بدي أذكر بعض الأمور الهامة للغاية. أول شيء أرسل نداء هام ومهم جدا لقوات قسد بأنه الأتراك ممكن يقوموا بهجوم عنيف جدا. بعض التصريحات اللي خرجت ويكونوا في فترة إلهاء الآن، فترة إلهاء، لأنه الكل بيناقش الموضوع، كل يعني منهمك بخطاب القائد عبد الله أوجلان اللي تم اليوم قراءته. فلذلك على الأخوة الموجودين الحذر الشديد، لأنه الأتراك ممكن يقوموا بهجوم، وبدأ من شوي هجوم يبدو أنه عنيف على جبهتين، 6 تشرين وجسر قرقوزان، وهذا هام للغاية. وأنا كنت أتوقع، والعصريات أول ما طلع الخطاب وكذا أنا مباشرة ظنيت مباشرة بأنه سيكون هناك رسالة عسكرية من الأتراك راح تكون بشرق الفرات. طبعا أيضا العمليات بدأت أيضا في باكور كردستان، وأيضا اشتباكات عنيفة جدا من قوات الجيريلا على الأتراك، وهذا الرد بمسألة إلقاء السلاح لكل العالم فهمته. هلا بدنا نجي على المواضيع الهامة للغاية، بدنا نشوف الخطاب. عدة خطابات موجودة طبعا. إذا كانوا الضيوف موجودين أتمنى أنه مشان ما أطيل بالشرح رح ناخذ النقاط الرئيسية اللي ذكرها القائد عبد الله أوجلان، ونبلش فيها تحليل سياسي عميق جدا للمواضيع هاي كلياتها. طبعا جمعنا نحن النقاط الهامة من الخطاب كلياته، جمعنا النقاط الهامة من الخطاب كلياته، ورح نبلش فيها وحدة وحدة، نقراها أول شيء وبعدين نقوم بتحليلها وحدة وحدة. طبعا الخطاب يبدأ بنداء السلام والمجتمع الديمقراطي للقائد عبد الله أوجلان. القائد عبد الله أوجلان النقطة الأولى في الخطاب: إعادة تنظيم روح الأخوة والاتحاد بين الشعبين الكردي والتركي. وهذا كلام لا أعتقد أنه القائد عبد الله أوجلان يعني ممكن يقولوا نعم، وكشعب يعني هنا لا يقصد فيه الحكومة، لكن لا يقصد فيه الحكومة التركية أكيد. يعني هو ذكر الشعبين الكردي والتركي. نحن بالنسبة لنا الشعوب ما في مشكلة ما بين الشعوب الموجودة، هي المشكلة مشاكل سياسية ومع الإدارة. طيب، القائد أوجلان: الحل يكمن في سكسولوجية المجتمع التاريخية. طبعا هنا السكسولوجية يقصد فيها الحالة النفسية اللي عاشتها الشعوب في المراحل التاريخية اللي مرت. طيب، القائد أوجلان: من أجل نزع السلاح لابد من عقد مؤتمر لحزب العمال الكردستاني. إذن لا يوجد أي قرار أو لا يستطيع أحد أن يطلب بنزع السلاح من دون انعقاد مؤتمر عام لحزب العمال الكردستاني. فالقرار هنا ليس بيد شخص، وهذا كلامه واضح جدا. كلامه هنا واضح جدا، يقول لك من أجل نزع السلاح، يعني إذا بدنا ننزع السلاح لازم ينعقد مؤتمر للحزب العمالي الكردستاني. طيب، هنا الكلام من هذا الواضح بين الخفايا أنه قرار نزع السلاح هو بيد المؤتمر الوطني لحزب العمال الكردستاني وليس بيد شخص. لا يستطيع القائد عبد الله أوجلان ولا حتى قيادة قنديل أن تطلب بنزع السلاح من دون عقد مؤتمر عام للحزب، وهذا كلام أيضا واضح. وتحدثنا عن هذا الموضوع مطولا بالحلقات اللي فاتت، أنه قرار نزع السلاح وقالها القائد عبد الله أوجلان أكثر من مرة، ومن خلال الرسائل اللي اجت عن طريق عمر أوجلان ومن بعده أعضاء دم بارتي اللي زاروا الزيارة الثانية، وذكر فيها بكل وضوح بأنه قرار نزع السلاح هو ليس بيده، لا يستطيع طلب نزع السلاح. أنا بدي أعطيكم شغلة ثانية لازم تعرفوها. طبعا القائد عبد الله أوجلان قائد ومفكر وصاحب هاي الحركة أكيد، لكن هل تعلمون أنه القائد عبد الله أوجلان مقدم استقالته أول ما تم اعتقاله من حزب العمال الكردستاني؟ هل تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ القائد عبد الله أوجلان هو الأب الروحي لهاي الحركة، نعم، وهو المفكر بالحركة هاي كلياتها، ومكان
تقدير لأقصى درجات التقدير طبعا، لكن هو مقدم استقالته، يعني هو ليس عضو في حزب العمال الكردستاني، هو الآن وصار له سنوات عديدة جدا ليس عضو في حزب العمال الكردستاني، صح ولا لا؟ هلا هون من الناحية التنظيمية عم نحكي، من الناحية التنظيمية طبعا، من الناحية التنظيمية مع كل الاحترام له طبعا لا يملك القرار من الناحية التنظيمية انه يعطي اوامر تاريخية ايضا، باعتبار انه هو اساسا مقدم استقالته من حزب العمال الكردستاني، وهي حقيقة. طيب بدنا نجي من اجل نزع السلاح لابد من عقد مؤتمر حزب العمال الكردستاني. طيب هون النقطة اللي بعدها، القائد أوجلان تأسس العمال الكردستاني ضد إنكار الوجود الكردي وتقييد الحرية. يعني حزب العمال الكردستاني تأسس بالأساس ليش؟ بسبب إنكار الوجود الكردي. فإذا تم الاعتراف بالحقوق الكردية والوجود الكردي، وهذا يتطلب طبعا مطالب عديدة جدا ومتطلبات عديدة. أول شيء ضمانات دولية واسعة، تغيير الدستور التركي، والاعتراف بالوجود الكردي كقوة بشرية تاريخية، والاعتراف بحقوقها. هنا المسألة طبعا هنا يكون حزب العمال الكردستاني كحركة ينتهي سبب وجودها. وهنا الرسالة الهامة للغاية، هنا الرسالة الهامة للغاية في شفرة هون بيقول لك احنا طلب حل حزب العمال الكردستاني هو سبب إنشاؤه عندما أنشئ حزب العمال الكردستاني من أجل ضد إنكار الوجود الكردي وتقييد الحرية. فعندما يعترف بالحقوق الكردية والوجود الكردي، طبعا الاعتراف بالوجود الكردي يتطلب بالضرورة الاعتراف بالحقوق الكردية كاملة، وهذا أمر طبيعي جدا، مو انك بس تعترف، لا، المغزى من هذا كلياته الاعتراف بالوجود الكردي، يعني الاعتراف بالحقوق الكردية بشكل كامل. وأيضا بسبب تقييد الحرية نشأ حزب العمال الكردستاني. إذن هلا الطلب اللي طلبوه وكان من ضمن الرسائل، طبعا هاي النقاط مطلعينها يعني من ضمن الخطاب، فإذا طلع وقال أي شخص أنه نحل الحزب هذا، طيب أنت هل حققت متطلبات وجود هذا الحزب بالأساس لحتى أنت تحل هذا الحزب؟ أكيد لا. طيب القائد أوجلان يجب على الشعبين الكردي والتركي العمل وفق الاتفاق بينهما الممتد لآلاف السنين. هلا هاي النقطة بالذات مدسوسة. ليش؟ تحبوا تعرفوا ليش مدسوسة هاي بالذات، مع انه هي اللي ما راح تلفت نظر العالم كلياته. والله يجب على الشعبين التركي والكردي العمل وفق الاتفاق بينهما الممتد لآلاف السنين. كلمة آلاف السنين، أول شيء عمر الجمهورية التركية 100 عام، وعمر العثمانيين كانوا 400 عام. شلون هي آلاف السنين؟ هل تعتقدون القائد عبد الله أوجلان بكل عبقريته وفلسفته ودراسته للتاريخ يخطأ خطأ مثل هذا الخطأ؟ بس سؤال، أنا هون بحلل شلون آلاف السنين؟ شلون يعني آلاف السنين؟ بس سؤال، وهو عمر الأتراك كلياته في المنطقة 600 عام تقريبا، انكترت. هل يوجد عاقل في العالم يصدق هذا الكلام؟ أنا من كلمة واحدة بالتحليل للخطاب كلياته بتبين أنه هذا الخطاب في بعض الأمور اللي دست فيه دس وفي بعض الأمور الحقيقية اللي بعتها هم، لكن من غباء الميت التركي ما بيعرفوا أنه في ناس قادرة تطلع الخطاب الحقيقي للقائد عبد الله أوجلان من المدسوس من داخل الخطاب.
برجع بعيد هاي النقطة هامة جدا. يجب على الشعبين الكردي والتركي العمل وفق الاتفاق بينهما الممتد لآلاف السنين. أولا، شو الاتفاق اللي كان موجود بالآلاف السنين، وما هي المعاهدات التي تم توقيعها ما بين الشعب الكردي والشعب التركي على مدار آلاف السنين؟ هل يوجد اتفاقيات حصلت وهي؟ لا، دائما كانوا الدولة العثمانية مسيطرة على كل الأوضاع، ولا كانوا يعترفوا بأي اتفاق. يعني طبعا كان في ولايات وكذا، لكن اتفاقيات كانت مكتوبة سواء بين السلاطنة العثمانيين والأمراء الكرد اللي كانوا يحكمون الإمارات تبعيتهم بوقتها، ما كان في اتفاقيات. فلذلك يعني هنا إشارات استفهام مهمة للغاية. بعدين المرحلة التاريخية هامة للغاية. هل القائد عبد الله أوجلان يخطئ خطأ مثل هذا الخطأ الفادح اللي هو بسيط جدا ويتحدث عن آلاف السنين؟ وهنا بده الميت التركي يثبت بأنه الأتراك لهم جذور بآلاف السنين في هذه الأرض من خلال هاي الرسالة. طبعا إذا القائد عبد الله أوجلان اعترف بأنه الأتراك لهم امتداد لآلاف السنين، هذا راح ينشر بشكل كبير. وهي الرسالة اللي الميت التركي بده يوصلها هنا ليس متعلقة بشخصية قائد عبد الله أوجلان، لا، هي متعلقة بإيش؟ بأنه أحد القادة العظماء بالنسبة للكرد والمفكرين العباقرة اعترف بالوجود التاريخي للأتراك في هذه الأرض. وهاي الرسالة من هذا الموضوع. طيب، يقول لك القائد أوجلان حان الوقت لحزب العمال الكردستاني لحل حزب العمال الكردستاني. حان الوقت لحل حزب العمال الكردستاني. طيب، قبلها كان يقول لا يمكن الحل حزب العمال الكردستاني إلا من خلال مؤتمر للحزب، صح ولا لا؟ مؤتمر عام للحزب. طيب، هل هذا تناقض أم هو غير تناقض؟ بس سؤال للأخوة اللي موجودين، ألا يعد هذا تناقض كبير جدا يدعو إلى حل حزب العمال الكردستاني، وقبلها بالخطاب نفسه يقول أنه مسألة حل حزب العمال الكردستاني لا يمكن، أو نزع السلاح من حزب العمال الكردستاني لا يمكن إلا بمؤتمر عام للحزب. طيب، كيف بدك تحل الحزب وإذا أساسا مسألة نزع السلاح فقط تحتاج إلى مؤتمر عام للحزب العمالي الكردستاني؟ فهمتوا علي ولا أعيد؟ أعيد. مسألة نزع السلاح من حزب العمال الكردستاني تحتاج إلى مؤتمر للحزب، صح ولا لا؟ حسب قول القائد عبد الله أوجلان في بدايتها. ويرجع بنفس الخطاب بيقول لك حان الوقت لحزب العمال الكردستاني. طيب، انت اذا بدك تنزع السلاح بدك مؤتمر للحزب، فشلون بدك تحل الحزب حان الوقت لها؟ هاي هنا في تناقض في نفس الخطاب. وكما اعلم انه شخصية القائد عبد الله أوجلان وكتاباته ما مر علي تناقض بكل ما قرأت له، ما مر علي تناقض، لأنه شخصية موزونة جدا وتدخل في سياق تاريخي وتشرح المستقبل السياسي أيضا للمنطقة كلياتها. ولا يمكن أن تجد في كتبه أو مؤلفاته أو أفكاره أي نوع من أنواع التناقض بهذا الشكل. فهذه مو شخصية القائد عبد الله أوجلان. أنا شخصيا، هذا تحليلي أنا شخصيا، أنا لا أتهم أحد بشيء نهائيا، لكن أنا هنا أحلل الخطاب من الناحية العلمية، وهنا التحليل يعطيني هنا أصبح تناقضات عديدة. طيب، خلونا نكمل. حان الوقت لحل حزب العمال الكردستاني، حكيناها. القائد أوجلان شرط بقاء الدولة مرهون بتتويج الديمقراطية ونجاحها. هاي فيها رسالة، وهذا كلام القائد عبد الله أوجلان. هاي فيها رسالة وهذا كلام القائد عبد الله أوجلان. هلا هون شرط بقاء الدولة، أي دولة يقصد فيها هنا؟ شرط بقاء الدولة، أي دولة يقصد فيها؟ أكيد ما في دولة كردية،
يقصد فيها تركيا. طيب شلون ندعو إلى أخوة الشعوب أو الشعبين في آلاف السنين، العلاقات الممتدة من آلاف السنين، وبعدين بيقول لك ننزع سلاح حزب العمال الكردستاني ويحتاج إلى مؤتمر للحزب، وبعدين بيجي كمان بيقول لك حان الوقت لحل حزب العمال الكردستاني، وبعدين يجي يقول لك شرط بقاء الدولة مرهون بتتويج الديمقراطية ونجاحها. 4 تناقضات بالخطاب لا يمكن أن تصدر من القائد عبد الله أوجلان. هذا الكلام كلامه فعلا أنه شرط بقاء الدولة التركية مرهون بتتويج الديمقراطية ونجاحها، وهذا الكلام اللي عم نعيده نحن صار لنا 2 سنين ونتحدث فيه انه دولة تركيا قادمة الى الزوال لا محالة، وعرفان القائد عبد الله أوجلان بانه الدولة التركية قادمة الى الزوال، وهذا اللي ما لفت نظر الميت التركي ومرقت الجملة من غبائهم هاي مرقة الجملة، وفيها رسائل سياسية عديدة جدا. هنا هذا كلام قائد عبد الله أوجلان فعلا حسب ما شخصيتي ومعرفتي بقدراته العقلية، هذا كلامه. طيب القائد أوجلان يجب تطوير لغة السلام والمجتمع الديمقراطي، نعم هذا كلامه أيضا كلام لا غبار عليه. القائد أوجلان نجاح هذه المرحلة مرتبط بالمواقف الإيجابية للأطراف الأخرى. طيب كيف معناته القائد عبد الله أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستاني ويدعو إلى مؤتمر عام لنزع السلاح تبع حزب العمال الكردستاني، وبعدين يجي لك بتناقض شديد جدا وبيقول لك نجاح هذه المرحلة مرتبط بالمواقف الإيجابية للأطراف الأخرى. إذا لم يكن هناك نجاح في المرحلة المرتبطة بالمواقف الأطراف الأخرى، يعني الأتراك هنا معناته راح ننزع السلاح ولا نحل حزب العمال الكردستاني ولا أي شيء مما ذكر سابقا نهائيا. وهذا التناقض الخامس، هذا هنا التناقض الخامس مع البنود اللي أدخلت أو دست في الخطاب. أعتقد أنه تتفقون معي ولا ما تتفقون معي بهذا الطرح اللي عم بطرحه؟ حكم المنطقية في عقلك شوي. طيب القائد عبد الله أوجلان شو يقول؟ أتحمل مسؤولية هذه المرحلة. إذا شخص قال أنا أتحمل مسؤولية هذه المرحلة، يعني هو يعي كل الأمور السياسية والدولية اللي آتية إلى المنطقة، وهو اللي تحدث بشكل عام عن الشرق الأوسط الجديد بنوع آخر مختلف بطريقته هو، وعرفان أنه قادم المشروع بأكمله. هل القائد عبد الله أوجلان البنود الأولى نرجع لها اللي ذكرها موافق عليها نزع السلاح وحل حزب العمال الكردستاني وقبل كل شيء ونهائيا وقبل أن تأتي الأمور الأخرى اللي تحدث عنها تاريخيا واللي ذكرها أيضا في مقاله هنا الكلام أيضا القائد عبد الله أوجلان أتحمل مسؤولية هذه المرحلة. نعم هو قادر أن يتحمل مسؤولية المرحلة، لكن إن توفرت مثل ما ذكر أول شيء عمر أوجلان بأول زيارة له الشروط النفسية والسياسية واستعداد الأتراك لحل القضية، هنا قادر أنه يتحمل المسؤولية التاريخية. برجع بربط هذا بالكلام الأول اللي صدر منه عندما زاروا أول زيارة ابن أخوه عمر أوجلان، وذكر ذلك في تغريدة وبعدين طلع على قناة رودا وتحدث فيها. أتحمل مسؤولية هذه المرحلة، القدرة على تحمل المسؤولية، لكن كان رابطه هنا في شيء مجتزأ من كلامه. لا يمكن للقائد عبد الله أوجلان أن يقول أتحمل مسؤولية هذه المرحلة ويسكت، لابد أن تكون مقرونة بشيء آخر، اللي هو إذا كان لدى الأتراك الاستعداد أيضا أن هيئوا الظروف السياسية والقانونية كما ذكرها في أول مرة، فأنا مستعد لتحمل مسؤوليات هذه المرحلة. إذن هناك نقص في الجملة تم شطبها، هناك نقص في الجملة تم شطبها. طيب القائد أوجلان أوجه سلامي للمؤمنين بالحياة المشتركة والذي يصغون لنداء السلام.
طبعا هذا كلام جميل أيضا، هذا كلام جميل أيضا وعادي جدا، ولأنه هو أساسا ينادي بكل أخوة الشعوب وكل الذين يؤمنون بالسلام، هذا أمر عادي جدا. لكن هون في مجمل اللي تحدثنا فيه هناك أمور مدسوسة، هناك تناقضات في الحديث قوية جدا، هناك أمور مجتزة يعني محذوف منها بعض تكملة الجمل وخلوا قسم آخر، وهذا طبعا من غباء الميت التركي. أنا بقول لكم إياه بصراحة، رأيي الشخصي هنا. طبعا هنا أنا لا أتهم أحد بشيء نهائيا، لكن تم العبث بالرسالة، تم العبث بالرسالة بشكل واضح وصريح، وتم دس بعض الجمل اللي لم يقلها القائد عبد الله أوجلان حسب معرفتي لشخصيته وفكره وتفكيره، انه ليست كل الجمل الموجوده في الخطاب هي للقائد عبد الله أوجلان، لا، في جمل دست فيها تناقضات، والقائد لا يتحدث بالتناقضات ابدا. بدي ارجع اقول كلام، طبعا هذا كله تحليل للخطاب. تذكروا قبل فتره قال القائد قريلان ايضا انه حتى لو صدر فيديو، حتى لو كان بث مباشر، حتى ولو كان مجموعة أخرى موجودة وصحفيين وكذا، لن يقبل أي شيء بالوضع اللي قائد عبد الله أوجلان موجود فيه. وهذا الكلام حدثنا فيه وتحدثنا فيه مطولا، مهما كان الخطاب ومهما كانت الكلام، هذا مرفوض نهائيا. وذكر بكل وضوح يجب أن يكون هناك أطراف دولية تؤمن حماية للقائد عبد الله أوجلان، وبعدين يخرج ويقوم بمشاورة أعضاء حزبه والحركة اللي هو أسسها بالأساس مع الحركة العسكرية أيضا، ويصدروا قرار. غير هيك أي شيء يطلع غير مقبول بتاتا. عفوا. طبعا بعدين طلع بيان من قيادة باكاكي، هام للغاية. شو بيقول لك البيان؟ وهذا أمر طبيعي جدا. نرحب ببيان القائد عبد الله أوجلان. بالنسبة لهم يحترمون بيان القائد عبد الله أوجلان وما عندهم مشكلة فيه نهائيا. شو بيقول لك؟ بس ثواني. بيقول لك نحترم نرحب ببيان القائد أوجلان، ولكن لن نلقي السلاح، ولن نحل صفوفنا حتى يظهر علامات إيجابية لقضيتنا. قيادة باكاكي. القائد أوجلان أبدى استعداده للسلام، ولكن نتساءل هل تركيا ستبادر بالسلام؟ هذا السؤال الذي أطرحه أنا أيضا للجمهور نفسه اللي عم يطرحه حزب العمال الكردستاني أو قيادة باكاكي. القائد أوجلان أبدى استعداده للسلام، ولكن نتساءل هل تركيا ستبادر إلى السلام؟ إلقاء السلاح وحل الصفوف تعتبر بمثابة انهزام لنا، ونحن لن ننهزم. إلقاء السلاح وحل الصفوف تعتبر بمثابة انهزام لنا، ونحن لن ننهزم. قيادة باكاكي نؤكد لشعبنا نضالنا مستمر حتى تحقيق شروط عدالة تجاه قضيتنا. فأي حدا من هؤلاء اللي بيخرج، وشفت أنا تحليلات كتير وكذا، وأنا راجع وعم بسمع من هنا ومن هناك كلام يعني مضحك جدا حقيقة، كلام انهزامي، كلام ليس له أي أساس من الصحة، ومضحك بنفس الوقت. نرجع على سيري ثريا أوندر. القائد أخبرني، شوفوا، أحد أعضاء البرلمان دم بارتي، شوف التناقضات الآن، أحد أعضاء دم بارتي شو قال؟
القائد أخبرني أن إلقاء السلاح مرتبط بالخطوات التالية: الحقوقية والسياسية والديمقراطية. طيب عندما يخرج أحد أعضاء دم بارتي ويقول هذا الكلام، أليس متناقض مع خطاب القائد عبد الله أوجلان؟ بس سؤال بطرحه أنا للعاقلين، يطلع عضو من دم بارتي يقول لي أنا القائد أخبرني أنه مسألة إلقاء السلاح ليست يعني راح نلقي سلاح هيك، لا، مرتبطة بالحقوق السياسية والديمقراطية إن نفذت، صح ولا لا؟ طيب الخطاب هذاك اللي قالوا قبل البداية إيش هو معناته؟ استاذ صلاح سلافوريز، استاذ كادر تريا لحسابي خاصة مشرفني كانوا يدرخن قلت يدرخي كاني في بنافيتشيا جمتة دانية كادر بيري على كل سنة السلام قست نخستيا جير بخوز جبرقو مامس كادر قال كي تيك توك جي فيمناكي. طيب لا رقمايك دينا مامس كادر. إيفار باش ما مستا ايفار باش سلافوريز جبوتا وقهدار انت وميفان انت تفا صار هردو شعبا عملتا هنا كي قودار كن مموستا وشرا يا تبوات شتي مقوت ودوفرا زي بردوامكم بشتي وينا كي بشتيكو جنابيتا خلاص كي أزقلي كيف خوشم حضرتاتا جي جمعية طبعا آزاد أزبيفي مت مهفاني ما بقد من يجي الجمهور را طبعا غني عن التعريفة مموستا كادار بيري بس بلكي هنا كابن جمهفاني ما يو نونا عجر وكا قوتني بعفلني كاتنا لايف دا كرمكا مموستا كرمكا آزاد دسبكي مامس كادر تبخيراتي مامس كادر نحو جاكوي بعرفين مامس كادر شفورو دنجي كرداية دنجي كردستانية سر حمو قنواتين دنياي يعني اختاك مامس كادر بيني يكبر خداني وحركة كردستاني لسر حمو تلفزيونات بيني تبخيراتي مامس تيمي دلال ام تاني كان تقودار كان كرمكم سباس جبوتا جي ماموستا وماموستا صلاح دوباره سلاف جبوتا وميفان انت تفا سلافوريس ملتا قهداري تكرج دسبيكي دي براستي از ناخوازم تيكفن مثلا يعني قوتنا كلفر زيدبوي قوتنا كلفر كيمي او قوتن اسروكاتي او قوتن ناوي نعم في مسألة كيشي شروفة لكن جبرجة مثلا نما سروك نه مثلا جان هولو جنيف كدو هم بي حسيان جفانا ماك هات وهم شون ام لبربون وجمرقو تشكي خدين خلاص بو قضية يعني يقولوا به كسن قلبنديق بكا كان تشكي خدين برا عجلها نشخور الوا كولانا بقرن بلكي تشك ما تشك نشخور بدن سر هفدول وقرزيكنا ببينن لتشيه ببينن بلكي بشكي حتى خطي ببينن كيف والجيبن براستي قالك وك هات خوياني كرن هن هم دولتا تركاب خواد سراق هاندني دي دخوازي رشبونه كي بدي في مسألة هم دولتا تركان نه مثلا كيف خواتي اشتي نا او بشتي وك زورا زور دي چاره جير نما هاتي مثلا اشتي جبرگ گاوین گدروجهلاتا ناوین دبن گاوین گو کردا بگشتی نه پرچاک تنی بگشتی تایبت بشه روجاوای کردستان گ بخورتی دنگ و ناوی کردا لدنیه تویجی بلابو جوه مثلا گو هرتنا گدروجهلاتا ناوین دبه مثلا شر غزه مثلا شر لبنان پاشوینا يعني افگش به هفدو هاتن گریدان لأن بقرن نما سرو جي بري وينا بهيا دمه امزانن چونو هاتن چه دبي قف 4 سال بوهم لبندي تاني يعني چاندك هر با روشاويج مربيني جياناوي چاوا تندرستياوي چاواي قدغبو وندهشتن شخوا وك مثلا تديب كرماجي دبي كري قدنج البرغو هكذا دب هيست انه ديالوج سياسي دوي دمي دبن بسروكاتير اللي بيج تشتاق دركب
چندین گچون هولیر چندین گچون سلیمانیه افگش مساج بون افگش يعني برات واقوتنيك مثلا تانا شروفر دكرت حتى شش خلاجي در خست انه وك ناكوكي دي نافاويد هي لي اف چاندي جبرين ها چون مثلا قاب هاتن آويتن اتفاق بونه لغور وانا ام انا دبين دسبيكي مثلا افغابا بلكي اد يمين تي ابيتن دي مساله دي سروكاتي ام نامشان نامشان واشكرد نامي دي خياي زين هابم سروينا بس بري وي دختي غابا دولتا تركام دبي ترك مجبوري هاتن اشيتي يكي وك بخشلي تشافوروكي دبي كرد براي من يعني مثلا پیغمبره که وحی بسر ده جنیب که دیگه کرد بون برایوی حتی بریوی بروکه کرد قبول ندکرن اوان فهم کریه یعنی اری ترک دجمنن ترک خود دجمن دبینه و امجی وی دجمن دبینیش بر کار دجمن دیکش بقولو اموی دجمن دبینن لی سیاست جی فهم دیکه سیاست کویر و دور جی دخوینه و حساب خواه به پیش جی دیکه لی او گیان وی بریاره هان و جاجوه وقتی گاوا بخشلی هر اندام دم پارتی سلاف بکرد پارلمانا ترکاده و بخشلی ببرا او جلان به پارلمانی با آخر تمش خو مثلا امجی آگج و اول شی بدرکه به پارلمانی دور پاشوینا و مساجک زندی بده پاشوینا مساجک ویدیو بده قید کری دور بو مثلا مساجک نیویسکی يعني قال كي ندم دو في مسألة هاني هم نها حركز جماعة قال لي ما فهم بك في مسألة رشبونه كي تخوازين تشيكن جي بكا كره يعني وقت مثلا هنكا يكي ترك از ايرو بالكتاب لي حفت تلفزيون ابو حتى بري نهار نه ما برنامج خود سبيكر نه خلاص كر يكي ترك غايات شيء انه اوجلان حرتش تسليم كر حتى يعني تشكينا معقول تتبيج حتى اي مذيع تديب بعربي يعني يقول رجل له 25 عاما في المعتقل هل يعقل بعد 25 عاما يقول لك تفضل كل شيء وانتهى يعني تشناد بيجين تخوازن كتيخ سيري خلكيتي نقرية يعني ناي قبول كرين يعني بس مخابن سياستها دولتها تركال سيرفي افيبوي ودروي بك حتى هناك دروا ويقين بكن وجانو تشجوي واني هان بستيني وینو چشوانی هم بستینی و جات که دب خبرک راگهاندنا دیجی جدبن مساجا سروکاتی پر زلال بو دب از با آشیتیه رمی از به مثلا دانینا چکرمی لکنگر هی ایگ بریاری بستینی جنهاو حتی کنگر لدار که او جا گاون هنه دولتا ترک دیوی بکن دولتا ترکاو جان ها حتی کنگر مهکه دمها حتی حاضریه وی بین حتی وقت روشاوي الهف بي قارب كونغر دارخن يعني بكيماني ويزيد سر محكي ربي اف دفي ما هاند ترك دفي اوجا قافنا بابجي قارب كونغر برياري بستين وبيبي مثلا وقف اطلاق النار يعني يعني سكنة شر سكنة شر برنجي كي كا بشي برياري جي درخين جوی مثلا فدا جناما سروک من يعني شكنجي تجاري متحدة مثلا دوزا مافي كردي باكوري كردستان دنا اخوي وتيرش مساجاوي انه انفيد بينين قافك باش جي بيشاروجا اشيتي دروجلات نافين هندري تركيا دي باشوي جي امريكا جين هادر كات انه جي المان جي دركات انه ام دبينين ام ناما سروك تشكي باشش بو اشيتي افجشتك وجا ارينا تاني مثلا وقت به برسيف مال عليه دولتها تركا برسيفا مبدا جبو مثلا اشيتي كاوي تشبكي نا وجان هكذا من ضغطه دولي ديجي اف كسي قد بي افنا ما باشه اي باشه تركا حتى انهاوا تقول باكا تيروريست اي وابي تيروريست بياس حاضر ما اسجك دينمو ورن باخر من ورن فيشنو كي زلال بكن شي وبميني يعني انهاو جا مثلا دوزا كردي دي باكوري كردستان دي يعني ابو خب بري الاصلا حري جور الدنيا دوزا كردي بقشتي لي باكوري كردستان در خست اصلا جور نتني دركب اصلا جور قراق هاندنا دنيا تاوي ايرو قرا ناما او جلاندك يعني تشي كردي به عربي به فرنسي به امريكي به انجليزي به ايرو قش يعني لسر ناما او جلانه
وجا نتني وجا فيجاري مثلا قد دوز هلداي جور كجبوك عالم بيب حسن نما تشالكي كجبوك عالم بيب حسن جبو تشارة سريا ويناي وجا ضغط الدولة تركابي من جبو مثلا تشارة سريا دوزا كردي دباكوري كردستان دي. اما مثلا قد خوازن جي پکه کچک خدانی تمام اب کسی گروه بیجن برای عجله بگین چیش خور او جراجن چند قطعه کی بدن عالی کش خور برکی تجارت کے فدا کے جیب کن پکه کی بهوریا ما به هات و خلکه نبی یکود دو هنجه مالبات تف زارو که خدان وی پارتی سروکاتی گجیانا خو گش دا ویگلی وی پارتی و ویگلی نما ممكن قد شافوا روكي به تمام دور قدياج و يعني حرتشت جوارو ومشاري وكير ماني كاري بقديا ايرو كرد د تاريخا كرداده د ديروكا كرداده يعني الدنيا كرد نخرتبون وق ايرو خرتن بكرد بقشتي روج افاي كردستان تايبت وبفي غاوا افا سروكاتي بيرابو فينما هان الاصل حري جور كرد روشكي بر خردني تدي هنكا خوستن جبي انه قلسن بكا شر واكر 10 سال بخورتي وهاكان فيدان بنزات شرنجي استخباراتي حل او حل عينا عكسي ترسي تماما جبرج ايرو بكا دخردبونا خوي يعني دقابا حري خردي دقابا حري خردي جي حري خردي وفيدو زيدكي يعني وقت قاوا قلت بخرد جيت خرد بتكاري بشرط مرجي خوجي ديني وجا مثلا قهرتنا دروجلاتا نافين ددبي او جي جريداي وينا يجبر دولتا تركا وقت دسبيك مقو شروفا مجير افي ترك هاتن في مثلا عاشتي نبكي فاخواتن بخشري شافوروكي دناي اردوغان شافوروكي دناي 2013 14 قال قاوي مزن هاتن افيتن وديس ترك في مسألة قلبين ونخوستن ان هاد اي وقت يجي ترك ممكن بقلبي لما وقت قبل ما مستصلح ازوتو قهداري قلت قهداريت كان انا المقهدار دكن زانن ترك ممكن اي لحظه لفي كاري خو قشي بقلبي قالوا بكا جيبير نابي قوي ترك ممكن بقلبي وتشاوا تشكي خديني يعني حتى مثلا نجي بلا كلامك ما مسلم بقول ده جارة بريانا قلبين ده نجارة كدو سي وشارو ازو تفي زانن او تشاوا قيفي مسالين زانن حتى تشكي خدين دورن كلام كل بندي اردوغان بعفو كيدر خيني قاريلي ما فقرن يعني لشكري ما فقر مثلا نواي تقو هرتن نابي روش او روشه تاني ام حاضرن تشك دينن جبو مثلا تشاسي ذاتن يعني غايتا بكا ناس نتشك داري بوش بوك تاني كيف واش تشك داري تيجي هرن جيانا قول تشيه بكن جيانا دسر يعني هفالين ما يلور دسر اصلا انسان راني حتى يعني انسان نورمال نكار ويجاني بكي هن قدرات خارق لباواناني حتى قريب دوا جيانا دي جيان دوا تشيكرن برنجي كي يعني براستيش مرش شاش دي من وقت مرة وادي بيني روشا وادي بيني مرش شاش من أبى شوا كاريبون ولو أب طبيعتها شخور بسخوران يعني وبهرنج خدمتها وابك لأف نمرق بجوانار أوجي كاريبون وك حركة سيدي أب قيادات بكا كار شخور كاريبون جحريك جيانا خو خوش درباس بمال بزاروك بحرتشتي لأفان جيانا خو جش داي فيجلي في شورشي پر بزانه بون جدكن و پرجي باورن پرجي زانن يعني ميناك بچوك دسبيكا مثلا سوريا بو مثلا چاوا پیشروج تخینن دسبيكا مثلا سوريا 2011 بري ويج ولات رفيابون بري 4 سالم ولات رفيابون ما در ديما كان فقرن ولات مد وديال هواي وقت تونس مهكي برا وقت مصري بودمه بن سيمه بن مي فقرن جي خو وباجاري خو بكيف ما وجاغي برسيج هوالا كاهم تشد بينن هو قوبشتي 10 سال دي امهين منرن بكاوي روشا سوريا بربكوه هر يوم ما قوش خما فامنا دين بونه تش خورد بيجين هي بشتي ام دبي ما هكدي ما فقرن مالي فايات بشتي 10 سال دي ام منرن بكاي بكوده هر ام كسانا مراكز واي دراسات مختص بدها هاني جبو حر دولتك شروع وبك جبو حر قابك شروع وبك حر خطابك اردوغان يانجي كسن اي دولتاوي شروع وبك وكغايتاوي جي تشي تشد خوازي وجا ام كس براستي بزانبونك
پرمزن کار دکن گیان آستا که اسكارم بمينا يعني اقتصادي صد دولة جي بيتر بهم بمسألة سياسي شروع فكرن دبلوماسي كاري استخباراتي كاري عسكري إيرو ترك برقدار خادديتن كس نكار واو لسر أصلا الدنيا حقي ونا لبا شروانا بوي دوارقة بوي يعني بيس كرني اگمت خواست از وی بیجم ام به وی پارتی بهورن ام به شروانانه به وی قیاده ده بهورن گوتنک جیه کی چپ راست برا ولو و مورالی مرن نشکینه گلک افهم کر انه پکا چک خدین و خلاص مثلا تو گهرتن و تنه گاوه پراتیک دست پیکر جبو گاوا آشیتیه او جی وجا ترک دبن زغتک پرمزن دوی کار بکه مساجا سروکاتی وقتی گاوان ها وقت بهین ام چند ساعتی پاش گوتنا وینانه گه آلمان امریکا متحده تد آخرین شخوا یکیتیا کردا پارتی کردا دویناده نامه قبول کرن هم هرما کردستان كاك مسعود برزاني نيتشيروان برزاني كاك بافل طالباني مساج خدان ام وقت بيشوازياوي دكن ام بير علي كاربن اب بخوجي غافك جبويه كيتيا كرداي هر كردك دو زاويت كي پر مهم بو جانها ام وقت بي يعني مثلا مهك كم زيدا وتش زلال ببن لأو نرينا بفكر إنه بكا تشكي خدين تاني بشكل هان ذاتا بريارا كونغري حتى لدار كفي ويشاغي خويا بك تركا غافي براتيك لسر عردي بمسألة آشيتية غاف آفيت بن أو جاش خوا وك مسألة غاف بغافي بي حتى أم بيجين آشتيا أم دخوازن شخوا شر وكشتين وتشك نهدفه لتشك وسيله بو جي ام ما في خو بيبين وقت مقارب ما في خو بينن از بي وحركس جو كرداجي وشغيني كرداجي ويرازي بي كلامك ما مسلم قالك سباس جبون رينيتا وبراستيجي هر او جينا ريني ما بون بس مولو خوست بشكاكي كتحليل سياسي باعتبار انه اختصاصي من هنا وهنا كي شري بتايبت وهنا انه از بشكاكي ديار بكم انه خطاب شي دستن وتلين تدهنا بشكل كي برانكي بس إما أمزانا يعني وفي حركة وفي حركة هناك ناس دكن يعني مثلا أزينها بدمتا القائد مورالان قريان بريا 19 قوت جو فيديوك أن نامك ولو بتشوش بسروك نكافي إنه كم جدي أمورنا أمثلة خدين وفي تجاري جي قبول أو نماق هذا القريان أو يا بري دحفت يعني نه انت اشتكنا قوتي بالضبط يعني ما فقر لنا مشكله يقولوا جارك دنقي الرقعان دني مش برق نامك جياب ويدي اوي برسم جويشا غدا بري قدر كبي يعني مثلا خو يعني نا فاداني الفيدريجي تشد بيجي جبركم بشكل كي مصادر نمجي هنا نروح ببيان القائد او دبيجي ام سباسيا فاغوتني سروك او نامي سروك جمر شاندي بس ام تشكي خوا ورقتي خوا نادينن ولا نحل صفوفنا حتى تظهر علامات إيجابية لقضيتنا دبي أم سلاحي خوا نادينن وحتى كو تشتنا بوزيتيف باش ديار بكش بو قضية مي كردي عين الأب أري ودبي نؤكد لشعبنا أن نضالنا مستمر في حتى تحقيق شروط عادلة تجاه القضية الكردية. القائد أبدى استعداده للسلام ولكن لن نتساءل هل تركيا ستبادر بالسلام؟ دبي أم نابرس إنه تركي عشتية بكن ولا عشتية ناكن. يا دوا دبي إلقاء السلاح وحل الصفوف تعتبر بمثابة انهزام لنا ونحن لن ننهزم. يعني أم سلاح يقوى تجاري ندن. وقت جنابي تقوتي أو ناوي هرن قاف بقاف وقت بخطوة بخطوة بالعربي. خطوة كي بدن بيش أمجم خطوة كالآلي يعني آقر بس بلكي تشيبه تشتن ملوه تشيبه بس ياكو تشكي خدين وبري تشتك وركرن وضمانات دولي جونابن أز باورناكم تجاري أو حركة هنا
بتشرنجيجي ناي خاباندن تجار وخصوصا ام دبينن ومرحله تاريخي جي فهم كلي حتى ناما سروك دجي خيابو دقو وجودا دولتي دمينه سر هر وي ديمقراطية بك والناكي يعني سروك زانك ودا تنبونا دولتات ترك هاتي تنبون هاتي هاجر خو ناقوهارة هاجر رنجي خود هندور دجي ناقوهارة هاجر ما في كردان ندوانا وفنا تشتكي ديار بو واضح بوجي قالكي أدبجم ناريني ما يكي هافن مثلا تحليل خطابي وأونا أف تحليل أفنا مثلا فرق أفنا نمق صدامة إنه والله حركة خاب عندنا كتيد هي آن كارن حركة بخابين آن مثلا ميتة ترك كاره تشنا درباس بك بشرط هايبت صار ملطي كرد بك اف تشتي هنا يعني اكيد هو محمود جباورين بفي حركانا انه اف حركانا كي تجاريجي ناي خاباندن بس وقت بيجن جي اي ماجي شمتي خستن انه ام ديار بكن جملطرش بركو اف نعمي هنا كي جملطي كردرانه وهجر ميتة تركا بخواز ولو تشتكي بك طبعا ميتة تركا سريت شغل بشكل كي جلكي مظن انه مظنبونا سروك دوري ملط بك وقف تشتكي ام حموجي زانن لانه في كلامك قال لك مظنه باشياء دجمني ذاكر كار دولتها تركيده انه ولو حجكرنا ملطي كرد وبمليونه اشتروك عبد الله وجران لازم افنا وربش كان دنونا فاوي محاوله بك تشما ويك محاوله بك انه سورتي سروك هنكي بشكينه بش ملطي او ناجبوك وصر ميسا قفتو قوي اوجي بهانده براستي بس افجي ام زانن ومهيفين ملطيمه شيار بجوا مساليه هناك قال كيرا انه لا يمكن او اي بتشرنجي جيبه دولة داقركر وميتي ويناكي نكارن انه وي سورتي 6 صال او 4 صال هات كتا عقلي ميجي انساني كردك وريق وهرتن سرسروك عبد الله وجلان وتشبكن جي وتشيجي نكن حتى صبي دركفن وجمر كراسي خيانة تيجي لسروك عبد الله وجلان جي لكن جي دم هنا او سروك وبالنسبة جمر نايق وهرتن وتشبكن جي ام قريداي فكرين وفكريك وبريان ما مست صلاح بريغاز داكفم تاني متخست جوتنكي تشي كسيج مثلا جنوب افريقيا ونيلسون مانديلا شوبان دبي عينا قافتين افيتن يعني از بقالكي بقشبونجي ليدرم وق حكومتها جنوب افريقيا وقاسي عنصري وقاسي رش ديديتن عبيد خديه خاكي ديديتن عبيد شينش تركا خرابتر ومديد شاوا حبسي بو سروكي دولتي واشيتي بخور اني في غافا ايرو دبي از دبينم شخوت ترك وقت برين ها مساجك تخوان ترك نين سر مثلا اشيتي او خزانن تنبونا دولتا تركاي جبرگ گوهرتن ج روجلات نافين دي حاضر دبن وتين او مثلا تقبول بك تي تقبول ناك تي ترك جويش خو خستن ك مثلا خوي دهندر دي چاره سر بكن انه كردا بين علي خو و دولتا ما حردوكاي وك دسبيكا لوزان قدي سعينا بفي زماني بو دولتا كرد وتركاي ل هات خاباندن كرد جبرگ بهز بنويچاغ ايرو كرد بهزن كرد بمورال كيمزن كرد بفلسفه كرد بتشكن كرد بكاري دبلوماسينه كرد بسياسه براغ هالدن بحر تشتي كاردكن وين نكار من فيتشتي بكن و از دبینم عینا روشا جنوب افریقیا بری ماندیلا به سروک دولت بسال که اب ایرو هندری ترکیه دبی و جام پیش روزی وای دولت افریقیا دشوپینن بهفره دولت افریقیا سپیتی تنبون ورشا ایراش رشتي تنبون ثاني سبيبون رش عبيد بون تنبو بو رش ازت شكيبين بيرا ما مستحي خوجي چند جارا دولت تاگرکری ترک خواست کو نلسون ماندیلا وری جمعی و تکلیه گلی بک و نلسون ماندیلا قبول نکرد راست حتى دما جي برسين جائزه بديني دي وخو تاني بك كروكي تاني بك كرد وبفكر تيزاني بتشما از نچوم مجائزه جي
جي تركا استلام نكر مامۆستا کادار ئەمێ مانديلا هەلوێدێ تەقوتکەم قسەرا بکەم مانديلا شخصي ئەز هێژا هەلوێدێ بوو تەقوتکەم مانديلا شخصي تەگوازێ هێژا بوو قۆیا بن پرسێ خۆرتا گەلێک شتە هەنا پرسێ خۆرتاشتە هەنا بتخوازن تمەرە بێ پرسێ خۆرتاشتە هەنا بەس جەماعەت وەندە 1500 هەلوێدێ کار بن مامۆستا کادار بتابینن گەلێک جاران بتخوازن دەنگی بکرد دەنگێکی کوردستانی بەحتە یانی ئەبێت بێژەم کورد و کوردستانینە ژدەبا بەردە بەس ئەڤنا فعلا دەنگی خۆرتێ کوردایە هەمووی بتابینن ئەم کار مەر حاضر بێ بلكي دلي تولد خوازت تولد بيجي ما بوسته او حقيقة نقواز بيجم او حقيقة جماعة حمو ما مستكادار بتابعينن ايش بو قالك جارم حاجاتي دنجينا قصر عطكم كرمك بەێ وەکەمە گوت و دیار بوو بەنامە سەرۆک دەژێ نەتونەبوونە دەولەتە ترکا هاتی یعنی دەبێ وجودا دەولەتی حتمینی سەرێک و خۆ بقول بین دیموقراطی و بقول بین دیموقراطی یاریە ڕەنگی ترکی دەبێ سەرڕابێ مەسەلە نەمەسەلا والله ئەمێ دەولەتە ترکی قبول بکەن بەس مافێ کوردا قبول بکە مافێ کوردا تەرێ نەبەسە ژبەرکو دەبێ ڕەنگێ دەولەتی وەرگوهارتن دەبێ ئال وەرگوهارتن دەبێ ناوێ وێ ناکێژی وەرگوهارتن قبول نابێ ئەنۆ مەسەلەن چل و تشتێک ملیۆن هەندڕوێ ترکی دە مەرحەلە ئەرێ گاف بگاف بەلکی وەرە قبولکردنش حتا نها ساڵێکی وێ گەلک تشتێ دیار بن و ترکیش گانەوێ قەنەعاتیش بۆ ئەمزانە بن لەوێ دەرێ ئەتخوازم تشتێکی بێژم و گەلێکی مهمە وەختا ئەس خیتابێ تەحلیل دەکەم و ئەس تشنا دەبێژم نەکو ئەس کێم ئەس مەسەلەن دەبێ سەرۆکاتی کێمانی تێد هەیە ئان حرەکە کێمانی تێد هەیە نا ئەس پیشانی وەدەدەم شەڕێ تایبەت و دەولەتە داگەرکەرێ ترک چلۆ سەر مڵەتێک کورد دەکە ئەوژی دخوازن حتا کو کاربن کو تەنازولاتە گەلێکی نەدن کۆما بخسارە دەرخن دوێ 100 ساڵی بۆ هۆریدا و 100 ساڵی دیترکە نو دەست پێ بکەن و ئەمژی ئاگادارن لەوی تشتیانە و ئەم شیارنژی و طبعا ئەم دخوازن ملەتژی شیار بێ سەروات شتیان نا هەموو تشتێک و دەرکەوێ دڕاگەاندنادا ئان خیتاب بێ ئان چیک بێ مۆ جەدیژی بێژ بەرک و گەلک تشتێ سیاسیژی تێداهەنە گەلک نامە تێداهەنە بۆ وەخت ڕەیە یعنی ئەف نامانها ئیرۆیە سەرۆک دەرخستی حتا کوتەلیە میتاژی تێدا هەبن بەس لوافەگەڕها سەلبی گەلکی لوافەگەڕا چاوە سەربی لوافەگەڕا هشت و دەولەتی دنیای هەمووکی نەها بەحسا وێناکێ بکێ و ڕەنگێ پەکەکێ ئێک و واد گوت ئەنو ئەرهابینە و تەرۆلیستن هەتا نەها گەلک پرستێنە سەرێکردن ئەو ڕەنگێک و دەبێژن تۆرۆلیستن طيب چلو هون گفتگوی بارد کن مادام تۆرۆلیستن ما چلو بحثا ئاشتیت کن چلو بحثا مثلا ئاگر بەستیت کن چاوە بحثا کو چەکا دەینن سلاح دەینن يعني معناته ئەف حرەکە نە حرەکە کە وەکە هون دەگوت وەدگوت تۆرۆلیستیە نا دەوڕە وێناکێژی گەلک ئیجابی هەیە و ترکا هەیە ئەویشوانە نەبوو يعني ترك دژمنێ مەژی بڕاستیژیان بێژن نەول قاسی ئەرێ بقەوەتە بەهێزە دەولەتە گەلک ساڵ و خبرەتی وێناکیژانە بەس ئەمژی کە کورد وەناکە ئەم گەلک پێشکەتن ئەم نەماوەکە بەرێنە کو ئەم کاربی حەنەکی خۆمە بکێ بە حەسانی و جارەکە دیترکێ مەسەلەن مافێمە ساڵا جارەکە دی بخۆی ئەف تشت دوێت بالاوە دەبێ هونزار بن کادارات بێژم مەمۆستا کادار تەلیفۆنێک ژێڕەتێقەی دکتۆر سامان فەرموو برام تو بخير هاتي سلافوريز ماما صلاح سلافوري سرچاو مساء الخير تحية لكل ضيوفك وكل متابعينك راح اتطرق للموضوع بشكل باللغة العربية حتى يكون مفهوم دكتور سامان تحياتي لك أتمنى تعرف عن نفسك كمان مشان الأخ كادار بيرين موجود معنا هو كمان من الكتاب الأكراد واللي بيطلع على التلفزيونات بشكل مستمر ويشرح فيها القضية الكردية إنه يعرف حضرتك كمان معنا دكتور سامان تفضل أخوي تفضل عزيزي. تمام دكتور سامان أنا مثلت الاتحاد الوطني الكردستاني في أكثر من دولة ولا زلت عضوا فعالا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبكل فخر. أستاذ صلاح طبعا الخطاب إن صح الكلام يعني عكس ما كان يتصوره أو يتوقعه الشارع الكردي. أنا أتحدث عن الشارع الكردي وليس عن الجهات والأحزاب السياسية اللي موجودة. لذلك إذ ما تطرقنا إلى موضوع الخطاب أو مضمون الرسالة يحمل في طياته الكثير من الألغاز بصراحة، لكن في النهاية يعني
أعتقد الخطاب لم يكن بالمستوى المطلوب أو الذي كان يتمناه الشارع الكردي. لكن أنا أعتقد بما أن هناك ردود أفعال مباشرة من المجتمع الدولي وحتى من الأحزاب الكردية السياسية في باشور وباكور وحتى في روجافا، الجميع رحب بعملية السلام، والكرد دائما من المرحبين ومن المبادرين الأوائل بعمليات السلام. هذا لا يعني أن نترجم هذا الخطاب بشكل عاطفي بعيدا عن السياسة، فعملية السلام وما تطرق إليه الزعيم آبو لا يعني تسليم السلاح وتنفيذ كل مطالب الجانب الآخر اللي هو الجانب التركي. يعني تركيا دائما ما تحاول أن تلعب بالنار وبمشاعر الشارع الكردي، ليست لديها أي نوايا لحل القضية الكردية، وهذا دليل واضح أن الخارجية الألمانية تطرقت وقالت لا مانع من أن نكون طرفا فعالا في عملية السلام، يعني مباشرة بعد الخطاب. لذلك حتى العواصم الأجنبية والأمم المتحدة دخلت على الخط، بما أن هناك تخوف من الجانب الآخر اللي هم الأتراك بأنهم دائما ما يحاولون اللعب بالعملية والأوراق السياسية فيما يخص الأخوة في باكور. بصراحة أستاذ صلاح، يعني أنا اللي لفت نظري يعني جملة مهمة في هذا الخطاب عندما يقول الزعيم آبو: أتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الخطاب. هذا بحد ذاته يمكن أن نضع أمامه. دكتور سمان، لكن الجملة غير كاملة. أنا أكملت الجملة من الخطاب الأول عندما خرج السيد عمر أوجلان بأول زيارة له وقال: أنا مستعد لتحمل المسؤولية التاريخية في حال لو كانت الظروف السياسية والقانونية ملائمة. وهنا القسم هذا ناقص، المفروض كان يكون هذا القسم موجود أيضا مع نفس الجملة اللي ذكرها بالأول. تفضل حضرتك. أنا أعتقد هذه الرسالة بالذات موجهة إلى القادة والزعماء في قنديل، يعني بما أنها مشفرة وتحمل أكثر، يمكن أن نضع عليها علامة استفهام يعني لهذا الجزئية بالذات. لذلك أنا أعتقد أستاذ صلاح تركيا تريد أن تخرج من هذه المعادلة بأقل الخسائر السياسية الممكنة، فتركيا في وضع لا تحسد عليه سياسيا، فهي من بادرت. الآن أنا أمامي تقرير خطير تابع للخارجية الفرنسية، يقولون أردوغان التقى بالزعيم عبد الله أوجلان قبل المبادرة ب4 مرات. يعني لاحظ هذا التقرير الخطير، أي هناك الجانب التركي هو من بادر، والمجتمع الدولي وحتى الأحزاب الكردية بما في ذلك في باشور وروجافا ينتظرون الجانب الآخر اللي هو الجانب التركي ماذا سيقدم من تنازلات للشعب الكردي. هل سيكون هناك صياغة جديدة للدستور؟ هل سيتم إدخال فقرات يخص الشعب الكردي في باكور، بما أنه هم أكبر جزء في أجزاء كردستان من حيث العدد ومن حيث الظلم الذي يقع عليهم، يعني من الفكر، السياسة، الديمقراطية اللي محرومين منها، حتى من الجغرافيا. يعني تركيا تنفذ بعض المطالب أو بعض الديمقراطية في المناطق الخاصة بالأتراك، وتنتهك هذه المواقف والجزئيات في المناطق الكردية عندما تضع قيوم على بعض المناطق الكردية. فالديمقراطية أيضا هشة ومتلاعب بها في تركيا. دائما تركيا تحاول أن تلعب على المشاعر اللي موجودة في الشارع الكردي، يعني نزع السلاح بهذه الطريقة يضعف القضية الكردية ولا يخدمها. يعني يذكرني بأحداث 74 عندما تم إلقاء السلاح في باشور. هذا لا يعني بأن القضية الكردية انتهت أو ستمحى أو سيكون هناك استسلام، فانبثق من بعدها في 75 يعني الاتحاد الوطني الكردستاني، وكانت أقوى من سابقتها الحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك واهم من يظن بأن إلقاء السلاح أو حل الحزب العمال الكردستاني لنفسه بمؤتمر أو بغير مؤتمر بأي المسميات كانت سيضعف القضية أو سينهي القضية الكردية في باكور. لذلك الإخوة في قنديل كان من المزمع أن يكون لهم مؤتمر صحفي أيضا، لكن أعتقد حسب المعلومات الواردة تم تأجيل هذا المؤتمر لحين إصدار بيان خاص من الخارجية التركية بهذا الصدد، حتى يعرفون الموقف الخاص
بالجانب الآخر اللي هو الترك. كل المجتمع الدولي بما فيه ذلك الخارجية الألمانية والبريطانيين والأمريكيين وحتى الأمم المتحدة رحبت بهذا الخطاب، وأيضا القادة السياسيين والأحزاب السياسية الكردية في باشور وروجافا. لكن أنا رسالتي للأخوة في الشارع الكردي بشكل عام أن لا ينظروا للخطاب بشكل سلبي. يعني لن يكون هناك ما يتصوره البعض بأنه تسليم للإرادة الكردية في باكور. لن يكون هناك حل لحزب العمال الكردستاني يعني كما يتصور البعض، خصوصا المبوقين والمطبلين للاحتلال التركي. فالأخوة في قنديل لديهم تجارب سابقة مع هذا الاحتلال ومع هذه الأنظمة. كل الأنظمة حاولت أن ينهوا تواجد حزب العمال الكردستاني، حتى بعد إلقاء القبض على الزعيم آبو فشلت كل المخططات التركية. فبالتالي عادت تركيا إلى أن تتبنى أو تتوسط لدى أطراف خارجية أخرى حتى يكون هناك كلام نهائي وخطاب نهائي أو حل جذري للقضية الكردية في باكور. المقصود هنا أستاذ صلاح يعني القضية الكردية لن تنتهي حتى بحل حزب العمال الكردستاني في باكور، ولن يكون هناك إلقاء للسلاح كما يتصور البعض، ولم يكن هناك كسر للهيبة الكردية في باكور. فباكور باقية والقضية الكردية معلقة بشكل مؤقت، ويحتاج إلى أشهر حتى أن طبقت على أرض الواقع ما تم التطرق إليه من خطاب الزعيم آبو. على أقل تقدير يحتاج 6 أشهر لتنفيذ هذه المطالب إذ ما كانت نوايا تركيا جادة في تطبيق هذه المبادرة. أنا أسميها مبادرة تاريخية من حيث المبدأ. لا نعرف النوايا الأخرى، النوايا السيئة للجانب الآخر لتركيا. فإذا ما كانت غير جادة في إبداء أو في الدخول في مفاوضات شاملة والاعتراف بالحقوق الكاملة للشعب الكردي في باكور، فستفتح على نفسها أبواب جهنم بصراحة. أنا أعتقد يعني ستدخل في صراعات لا تعد ولا تحصى، وقد تعطي المجال لتشكيل أحزاب أخرى في باكور وتنظيمات عسكرية أخرى ستدخل على الخط، يعني ليس فقط حزب العمال الكردستاني. لذلك أنا غير يعني هذه وجهة نظري الخاصة في النهاية، أنا غير متفائل بهذه المبادرة إطلاقا. لدينا تجارب سابقة مع الجانب التركي يحاول دائما أن يراوغ وأن يتلاعب بهكذا أمور أو أوراق سياسية. يعني الخطاب لم يكن فيه حلول جذرية للقضية الكردية، حتى الزعيم لم يتطرق إلى الجانب الآخر التركي. الخطاب والكلمات كانت كلها موجهة لحزب العمال الكردستاني. يعني الخطاب فيه رسالة إلى الجانب التركي، كان المفروض أن يكون فيه رسالة أيضا إلى الجانب التركي، وهذا ما يجعل الخطاب أن يضع أمام الخطاب علامات استفهام. لماذا التطرق فقط إلى جانب حزب العمال الكردستاني بعيدا عن الجانب الآخر اللي معني بالأمر أكثر من حزب العمال الكردستاني وهو الجانب التركي؟ لذلك أنا أعتقد يعني هذا تفسير. قد يكون هناك اتفاقات سرية مع الجانب التركي قبل إلقاء الخطاب أو تطمينات من الجانب التركي أو تنازلات، سميها ما شئت، من الناحية السياسية. فبالتالي واهم من يظن أن حزب العمال الكردستاني يستسلم بهذه السهولة وسيلقي السلاح. إطلاقا لا يوجد هكذا شيء في منهج أو في فكر حزب العمال الكردستاني. فسيكون هناك نضال آخر وبطريقة أخرى، أو قد يكون هناك بديل آخر موجود على الساحة العسكرية والسياسية. صحيح هذا الكلام، أتفق معك. مستكادر تتخوزي تشتكي بيجي تعقيبا لسر دكتور سامان. والله تاني تشتك مثلا دكتور سامان سلافو ريز انه تهيفيد تند في قافيدش برقم تركا بري نازكن تركا خوش نازكن لي قافك جوان مثلا في داوينا إلو أو تجين هاقوت مثلا جي خارجية ألماني جي بيت الأبيض جي متحدة أنطونيو غوتيريش بخوا سيرفي مثلا إنه قافك باشا أف بخوا دولتها تركا دخي وقت بخالك نقطة قد في مثلا شارع سربك دناف برسادجي متشتك وك خورتك نظام بس مشكلة زو درباس دبن نجشتم بخينم ترك مجبور بون ترك مجبور بون ترك بخشكاين ناين سر مثلا اشتي برينها
تجربة بوار هي شو خما أب مثلا جو ما مستا دكتور جي أب مثلا جو بخشكاي ترك نايلي ترك مجبور بون بين بدا سواكه كيجان وقتي بخابين جي ويبكي لي وقتي بدا سواكه اف گاوی گده بنها مثلا دکتور گوت نو تاني نامش کردار ابو جبرگ ترکاوی چویش ترکاره ذاتن بری الهفدور ونشتني مثلا تقريرا فرنسيا هي من نخوندي سر براستي تبقى فرنسا من هي من نخوندي سر في مسألة انه ممكن شيء نفسه اشتغالي قوتن يعني اللي فرنسا بري امزانن قرونشتن شيبون حتى بخشلي بخوجي ممكن استخبارات جي وزيري كاري دربجي رونشتن بري شيبون بدمك دريج مثلا نتشافو روكي دي انه هاتن بيرو نشتن قدايا كذا كاميرا من سر خد كامولو كنا مثلا نا قطنا ولوي قاف هاتن ابيتش خو قاف اول عليه تركا يجي وقت قاف تدي ما جوجي مثلا بخشلي بخوات شوبا اندامي دام بارتي اي دي برلمان دو سلاف الواكر وغوتن امي اوجلان بين البرلمان باخذ لي مفهومي او دي بيجين يانجي جهين حتى رجع ايرو دراغ عندنا تركاد خوازن تمام با مثلا قضيه قالك شروق جريداي هفدوني يعني باش هون دبي قضيه ايري شيوا وشرق هون ايرو عليه سدي وقراقوزات دكن شي ما دام ديو باكا كاتشكي خداني وما شر دكن شر خوب كير دكن يعني نفس شروق تركاي بري جتم دغو نزانه چند جاره ترک دی بجاره 14 15 ترک به حمله کې را به ناف کې لیبکو به هر جاره دویا و ناجی و والا ویکی والا وگرن و به مپکه کتنکر تمام و پکه کتنکر هون شرکت کنه خو یعنی جی خطابات اردوغان قد گو پکه که 4000 برابر پر برا 5000 بده نفس ساله دی وزارة الشر تركات اعلان ذكر انه ايصال من 1700 ولو رقم دقيق عن 1700 سيوددو طبعا هاج من نراس بس رقم واق قولوا دقوتن قال 1000 جولو رقم تسلسل ذكر انه ما كشتني هون دي بيندامي بكك 5000 بون و 1000 كشتني يعني وبكك ودجرة تنكر نما يهون انا شركيتكن فمثلا نبي هاويه بكك خوش فهم كري وكشلو امزان امشروفاتكن دناف خود امزانن که هزا تا چکی تا تنبی تفنگا تا نل ملی تبی و کس اعتبار اشترشینه که و تکس بترنا آلی کار بی و نبی تهیا تنیجی دلوزان دی ام بی پعرمان جبرگ ام تنبو لی کردا بگشتی ده هر چار پرچی کردستانی دی لوزان کشتن دما لوزان اعلان کرن پاشوینا شورش کردا شورش آتی ویخستن حتام گیان شورش پکک انا ام ضرب شاوید قال دکن حتی گیای شورش روج آوا ایرو دنیا و عالم پی وقت بسرهوی سون دخون شورش کردا و نمری افزیدی 100 ساله وی عمری شورش کردا زیدی 100 ساله كنت الشيخ عبد السلام برزاني بقري حتى رجعيرو زيدي 100 سالي كريه وهين بردوامه وجا جوي شاغي 100 سالا پیش داني بون تلك جين ها مسألة فهم كرنيم قالك زحمت ياد بينين يعني از دناف كار دمي از دبينيم حتى تجيفينه كي شيء كي تشقاسي زحمت ياد بيني بالدولة طارب بهيئتك دبلوماسية چقدر زحمتیه ام دبینی جبرگ وقت کار دکه دجمنی تجی کار دکه هم برته دجمنی جی تجی فهم کریه که تجی نجبور دم کیش بو ای سالش بو سالا بی یانج بو سرکفتنه که جی کی تنی نه اوان جی فهم کریه که تجی آوات کش بو 100 سالا پیشت کرد هبن یا تنبن از دوی بهوریه دم صدی صد و کرد هبن و برنگه کی پر خورد و کلیل که روجهلاتا ناوین تاویبن كلامك ما مستحيل. بله قالك سباس كادار مجمع فهم كريو بريانا وتشتن هنا ازي بريا جانا جمعاني زمان انه روجهلاتا نافين تي غورتنا قالك ما زنتيك تشد بو ترك اقادار من فينك يعني نكو غشي من وراكتين وهيا وهي تشتكي تني بس اوجي تحاولي نكو باي شكل من الاشكال بكيمترين خسار دركفه أقل الخسارة عينا ترك أنا في سياستك زانن نكار متنبك بحومة هواي خوش متنبك بري قشرع حكم الشامية بقري بالدهرو بازدارو جاجي همان ذكر دستو نيجي أسد ماشي كي تنيجي بيروني تنيجي ديجي كردابكي
و نکرش برگوان فهم کریه نهاجی دخوازن وقت به هما پچکی کمتر به یعنی نیوی هر چطور گشره نه نیوی برار أنا بعربي بأقل الخسائر بفيرنجي در باسكن مثلا أبد هاوجا بس تنجمر بيجي شواد در كم بره نظام در كم والله برسك لا ما مستكدر حقت درك باشا كلام بك ناماتش بو قلي كرت يعني نها وقتي ونام دركتيا سرق عندنا خورتي ما كشي ما كلكتنا هذا دجمن تخوازي شريط هبت نوادا بكي جادا كردي بخدقة تخوازي نامي بشاشتي بجيني ملتي كرد يعني بكي تهاي تجوير وشهر يعني استخوازم تنامك يبدي va جوانين كردا خورتو كشي كردا جبوفي روشاكون ها دست بيتكي باشه يعني از نابینم تو هرتن و تکه روشا عسكري تايبت مثلا كردا و تو هرتن تکه بیدی گاوا سیاسی جبو مثلا آشیتی دست بیکر لیسک علیه دولتا ترکایی او جم خو اوجا گاوین خو باویجی جبو گاوین دی بین آویتن راگهاندنا می تایبت هیه نامه تلفزیونی مد دردکه و مواقع می رسمی هنه مرا جوا کار بگره یعنی باور بک جار ناجی تفقب چه قاصد شوپینن و روزانه تیکلیه دنه دهندر دش بوگ تدی سر راگهاندنش بوگ ام نوچه راست بگرن که ام نه دروین در کفن سر راگهاندنه خوازن تم نوچه راست بن اما كيم زيادات شقاسة جي تشتكل با مرة هبق مرة قاربة برسفا كسي جهنبر ما درد كبه لي دم ناجي حينجي درو لسراق هاندني بو دقياق ام شك بكفن مسارات في سدات شيرين داوود دقيا مرحلة ام شك بكفن انه قالوا سدات شيرين براج دس مدركتي وامتني بدرد بيجن يعني او ترسل حينجي مسارات تكراري حينجي قوتين عقل جي دس بيت كي قبول دكي حتى وشاغي ما مصطفى فرهاد شامي هذا ما فرهاد شامي دركت سرسدي وفيديو لايف جور شيكر بكردي وبعربي فار سرسديمي وتشتكتنا وهيك مثلا بشكي ما ديش مورال يعني مورال ما خرط بو مرزاني بو صدي صد ترك دروات كن تبقى برزان دروات كن وجاج في راق عندنا ما رسمي هي ما كار انه شي خو جي بقري راسو درو جي بقري وجما فادينك يعني وقت قوا تشتك هب بهوارن وبيجن لي دمين بالاساس دمين تشقاسي زانبونا ما خوندنا مره بهوريامه بفي فكري هي بفي بارتي هي بفي كاري قد به او سر حرب تشتري لاف ترصى يعني قالك ايرو هم دوست مريف هفال ام تيكليه دي يعني ورو بالشوت بايش هندي جريان واخرين انه قالوا تشاوا بحكي كاتشاكي خدين يعني شاش فهم كربون اما سراجي مرات جاري ورو وقتك دي حتى قبيخو يعني كرن سه چهار مساجی که در کتین یک جی جنرال مثلا انه کار کی باشش بو هندری باکوری کردستان لی ایش روجاوای کردستان جی تنم چکی خدانانین بچکی هنا کرح بخلکی هات ایک سیاسی شروفات کو و مسئله تخونین نامه که در کتین از دبی و حتی سبب و هین بهتر خویا بک مرکار کوم بک و بلا بک چقاس دولت و في مسألة بيروز دكن وبشقرتياوي دكن السر يعني تاني يكفي داك مزنة الدولة تركا دخل قرزي كده إنه بسقريكك مسألة كردي الباتا هي دفيت شارع سربك تفق بري مثلا اتحاد أوروبي شرط ومرج داتانين سر يك جي ما في كرداي يك جي ما في مروفة وما في كردات تايبت فأب مثلا أنا يعني ترك خستن قرزي كده دور نبن ترك سبا قاف كده وقت فنه كي بك تشنا ترك بكن بخوازن ليستو كي بزي فرين ديسي عفو كي درخي عفو مشروط عفو عام مشروط يا عفو محدد درخي نجبو ديسي بخواز بليز بمورالي ملات بخواز بليز سر في مثلا ناكوكي جنفاد نافوات شيبونه هنك اخو تسليم بكون صورته دي مناجي درو درخين لدفي مراه الشيار بش في مساليري الراقة هاندنا مي رسمي هي مركار اللي وهدار بكين نوشي خوجي بقري كلامك ما مستوى
قالك سباس كاكا دار نها تصريحك الجنرال جي دركت قالك مهم من خلال المؤتمر الصحفي للجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عبر تطبيق الزوم في واشنطن، يؤكد بأن خطاب السيد أوجلان موجه لقوات حزب العمال الكردستاني الجيريلا وليست لقوات سوريا الديمقراطية وليس لنا أي علاقة بذلك. جارك من خلال المؤتمر الصحفي للجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية عبر تطبيق الزوم في واشنطن، يؤكد بأن خطاب السيد أوجلان موجه لقوات حزب العمال الكردستاني الجيريلا وليست لقوات سوريا الديمقراطية وليس لنا أي علاقة بذلك. وتصريحك سياسية قلقي مهمة، يعني تركض بباكاكيل السوري وباكاكيل السوري أو سلاح يقعد في دين وهنا او ناد بيش افنا ما هناك ايش ما بيتني افناك شندرو تركي ري وج باكك يعني وقت بيج انه امنا باكاكين هنا اري بلكي فكريا وفنا تشتي انا مش خارج ما دائما نمشي روفات كانوا عم في تشتي بيجن بس كمنظومان قصدي ايش باكاكي تني نمن دور ونمن نيزيك وافنا مثلا خطاب يجي قوات الجريلا يري وج بارتيا كركري كردستان لهندرو تركي. استاذ علي نورتنا علي. ايفار باش خيو زي چند برساكم اجي اهلا استاذ اشكرك من بعد نورك. هلا حبيبي ايفار باش خال كادر تشاوى دكتور سامان ما مست صلاح عزات لاشير شبابي موجود حمو نهاب راسي زي برساكي كم وكي هم جوابان بدي كاري بدي وديت بريا فتره كيشي دركت جو چند جزئي مقاطعي فيديو هنا وديتنو فيديو جاهز كربون وبلكي ادبيجم او فيديو يقها باشوري كردستان يقها قنديلي يقها روج افا يقها اوروبا غورا غوتي وبريا بدروجا وزير العدل التركي دبيجي والله نمسموحه يعني في تناقض مزينة تشلو نمسموحه وفيديو وصورانا اول شيء تفيديوني نفنا اختنا راستاج بس شبوي معلوماتها بوت شكنا مرقي هنا تفيديونين نهائيا وازي دوفرت داوية حلقي ازي قالك تشتاديجي شيروفكم يعني مثلا افنا تناقضات كتحليل ونهانا ناو مثلا من شكيت خطابي دتكن حديثي ما باعتبار ما مستاك كادار جي الفيدريا ودكتور سامان جي الفيدريا حديثي ما انه ام شكيت بخطابي بكن نها ام لخطابي دميزينا مثلا شكي هنا كيف ناكي اختصاص عندنا تحليل سياسي تيفتي ام كارن بيجنكو شن مرقي شن مرقي بس بشكل عام حتى ولو تشتك تركاجي خستبتي ده قل بيصير هناك ايجابي نهار دفع على دول يجي قلقي مهمه وافمل فيها حركه تاليه حلقه ازي وجدت شنا نارينا دي تركي دمسر مساليح ممكن وني خوشك وصوره واضح به. اوكي ايه وافنها مثلا انها اف نقطه حتى انها مثلا مديت باشياء لايفات تبع سوره جيكر افي بيرا مثلا او احمد ترك بو او عندامي هذا بيبون يعني او دم بارتي حاليا او جي بيرا بون يعني معقوله حتى ولو امبيجن انه فوتوشوب معناته او كف هكا فوتوشوب جيبي معناته او جي الشريكه بفوتوشوب هنا كارن انكار كن ما انت تشتكوا جنينه مثلا جرك بيانك درخن مقاطعنا فيديو مسرب درخن يكي لايفكي حساباتي وحموك هنا خيوفا ازي راجمه تليفون اخو اري راستا افري ساله سروك اوجلان قهما اللي اف صوره مثلا يعني بركي اف صوره براستي اف صوره منديتي او امنا موجود قلنا هاف اس الي افي يرو مثلا امنا في خلكي ناف جاميرا دنا افت في سؤالي قالك في سؤالتكن معناته هكا راست بفوتوشوب معناته ابيد هندرو دج الشركه 200 تركانا بقولوا تي خويا كرن صورة تعبيري ما مست صورة تعبيري فقط لا غير التعبيريه اوكي تعبيريه معناته راست صورة تعبيري نوفا سروق دخين يعني وي او بس اما انا صورتي حقيقيه انا حقيقيه نعم ايش برقو صحتاوي هبو صورتي بريات شن صاله وديت صحتاوي هبو معقوله انسانك يولو في روشيده بي انه ولو زعيف بو بي انا زان جالكس باس خالد كادار جالكس باس حاضر بونا تجي براستي نورت البسوك على باغوتي دكتور سامان هرب اشترى قربان مصطفى صلاح استمر الى الامام هرب اشترى وش خباطه ترى
استاذ علي مامۆستا سەلاح ئەس ناتەبێژی بەس ئەز چاوا دەرکەبم بەس بۆ ئەز ناکەبم قال لك سباسيات كان مستكادار وان بيفينا جارنا جيت حاضر بمرة قال لك فيديو جي قال لك دبينين بهزارة هنا او جي اليا راقهاندني قال لك مهمش بو ملطي ما جي فين بكي سباسيات كان قال لك شغلكي الشات وكي بصوراني بيجن اشترى جي وجمال باطا ترى جي وقال لك سباس جبو حاضر بوناتا بو بيرني زباخ ما مسك هذا بخير هاتي شو هاي دلالو خير دار اقدر وشوي وري خارج بر وقتي ما مستكادر نماش برولو ازانم اصحاب سلاف قلبكم بيس وحفصه المكادرات ولدتي السين بلا تكادر از درويش عبد العزيز تمام بلكي نزود دوري مسار خاص مسار عليه ورقه انا خوش بمشي مع جنكر وقصور عم بام الصلاح ما قلتش كلمه وجه بري ذاك تمام ما مسكادر تفيدك ما انا دباش تمام سرادو تشاو تمام ورا من مع الصلاح سباس مامۆستا سەلاح سەرکەوتنش کارێوەرێ هەر هەبن سر تشافين قال لك سباس شوف باش استاذ علي نورنا تحياتي لك تحياتي إليك وللأخوة يعني والخوات وإلى دكتور سامان. اليوم كان يوم تاريخ. في خطاب القاضي عبد الله أوجلان. نعم، أولا يعني منذ أمس كانت هناك الفاشية التركية يعني استخدمت كل أساليب يعني عدم الاستقرار وبث الإشاعات، خاصة كان وزير العدل يلماز تونج، يعني كان هناك اتفاق بأن تكون هناك كلمة متلفزة للسيد عبد الله أوجلان بحضور أعضاء الوفد، وسوف يعني ويكون يوجه يعني اسمه بالضبط خطابه إلى الشعب الكردي وإلى كل بالضبط كالأحرار بالعالم. لكن بالأمس تركيا قالت على لسان وزير العدل يلمز تونج، قال لا يجوز وفق القوانين الدولية وتعليمات السجون أن يكون هناك لقاء أي يعني اتصال ما بين السجين والعالم الخارجي. تركيا التي يعني هي انتهكت كل قوانين العالم السماوية والأرضية والبشرية، تركيا التي يعني انتهكت حتى حقوق الإنسان، يعني عبر يعني حقوق الإنسان والحيوان والبيئة عبر القصف الذي على جبال قنديل وعلى عفرين وعلى غير كل الأراضي الكردستانية، بالأمس صحت وقالت يعني نحن ملتزمين بهذه القوانين. هذه أولا. كلمة السيد عبد الله أوجلان هناك من شكك بها، لكن هذه كلمة يعني بالضبط حقيقية واقعية لسببين. أولا الذين هم مع السيد عبد الله أوجلان هم من الثقات ومن المؤمنين بالقضية الكردية، وهم أصحاب القضية الكردية وأصحاب السيد عبد الله أوجلان، وأحد أعضاء فريق المحامين الأستاذ فايق. يعني أنا بشكل شخصي يعني كنت على تواصل معه خلال السنوات الماضية حول بيان الرأي يعني إلى الغرض فك يعني كالعزلة عن السيد عبد الله أوجلان. هذا أولا. والشيء الثاني يعني السيد عبد الله أوجلان استخدم مفردات تدل على فلسفته ويعني خطه ويعني وقلمه. هذه وحدة. السيد عبد الله أوجلان هناك من يقول يعني بأنه سوف يتم نزع السلاح وإلقاء السلاح وحل يعني كحزب العمال. هذا الشيء ربطه السيد عبد الله أوجلان في شيئين. يعني لو نأتي إلى تفكيك هذه الرسالة، الشيء الأول قال أن يكون هناك مجتمع ديمقراطي، هذا أولا. والشيء الثاني قال أن يكون هناك توافق ديمقراطي وليس ديمقراطية توافقية كما قالت بعض القنوات التي هي محسوبة على الإعلام التركي. مجتمع ديمقراطي أي مجتمع يسوده العدالة الاجتماعية والثقافة وضمان حقوق كل الأقليات والشعوب. هذا أولا. والشيء الثاني أن يكون هناك توافق ديمقراطي أي يكون هناك توافق ما بين الأحزاب مع الدولة، يعني أحزاب التي هي ضمن الدولة التركية بفاشياتها بحكومتها مع الحزب الكردي، أن يكون هناك اتفاق على قانون الانتخابات، على يعني حرية الرأي والتعبير، وأيضا أن يكون هناك قوانين تضمن حقوق الشعب الكردي يتم اتخاذها من قبل البرلمان
التركي. فبالتالي أنا أعتقد هو خطاب تاريخي، خطاب باختصار رمى الكرة في ملعب الجانب التركي، قال إن كنتم أنتم تبحثون عن سلام، هذا السلام أخذوه، اعملوا السلام. فأنا أعتقد الآن سوف نشهد صراع تركي داخلي ما بين يعني كحزب العدالة مع دولة بختلي من جهة، مع بالضبط الحركة القومية التي يقودها دولة بختلي من جهة، ومن جهة أخرى يعني حزب الشعب الجمهوري، خاصة يعني كما تعلم أن دولة بختلي هو راعي هذا الاتفاق، لكن لغاية اليوم هو مغيب يعني، وهو في يعني في المشفى منذ 4 إشباط 4 فبراير لغاية الآن، وليس له أي كلام أو صدى حول هذا الأمر سوى بيان مقتضب من قبل يعني الحركة القومية الفاشية، قالت إنه بخير وسوف يعود للعمل قريبا. أنا أعتقد راح يصدر بيان قريبا من القيادة في قنديل. حسب معلوماتي هناك اجتماع الآن ما بين القيادة العليا في قنديل، ومناصد يعني القيادة العليا في قنديل أي يعني اللجنة المركزية والرئاسة، يعني بحضور الرئيسين المشتركين السيد جميل بايك وبست هوزان، وإضافة إلى النواب ال5 وأيضا إلى بقية أعضاء اللجنة المركزية الذين بالغ عددهم 50 شخصا. يعني هذا الاجتماع هو راح يكون عن بعد عن كذا، هاي إجراءات أمنية، راح يكون هناك يعني قرار يعني بيان يعني أعتقد وحسب معلوماتي راح يكون مؤيد لكلام السيد عبد الله أوجلان، ولكن لن يتم إلقاء السلاح يعني ذبح الشعب. أستاذ علي يعني نعم. لفت نظري مرة تانية له الأخ ميرفان، كل الحب والاحترام له. الأخ ميرفان معنا موجود أستاذ ميرفان موجود معنا باللايف كمان. نعم. ألا تعتقد أنه ما دار على رأس تركوت أوزال يدور على رأس بختشلي اللي حاول حل القضية الكردية خلال العقدين اللي فات أوزال؟ الآن أي الموضوع بحل القضية الكردية خرج من بختشلي نفسه. ألا تعتقد أن الدولة العميقة تحاول التخلص من بختشلي الآن، وخصوصا أنه إلنا باع في هذا المسألة السياسية بأنه كل سياسي تركي يخرج ويتحدث عن القضية الكردية وحل القضية الكردية يتم تصفيته نوعا ما بأي شكل من الأشكال. ألا تعتقد نعم. أنه وجود بختشلي الآن في المستشفى من 4 شهر تقريبا إلى الآن وهو في حالة غيبوبة، أنه هو أمر مدبر ومفتعل؟ أنا أعتقد يعني باعتقادي، لكون لو نرجع بالذاكرة إلى عام 1993 في وقتها اتصل يعني تركت أوزال بالسيد مام جلال رحمه الله، قال له قل بنص العبارة: قول لهذا المجنون أن يأتي وأن يتم إيقاف إطلاق النار في تركيا لأننا في مأزق كبير. من بعدها بأيام بدأت عمليات وقف إطلاق النار، لكن ثم دخل دولة بختشلي دخل تركت أوزال المشفى، وأخوه قال في أكثر من لقاء قال مات أخي، أي يعني يقصد أخوه تركت أوزال بأنه مات مسموما. فأنا باعتقادي ممكن أن يتم تصفية دولة بختشلي، لأن دولة بختشلي بعث بوفد قبل أن يقول كلمته الشهيرة في البرلمان، بعث بوفد إلى السيد عبد الله أوجلان قال له: نحن كدولة تركيا وصلنا إلى قناعة بجيشها بفاشياتها بأحزابها، وصلنا إلى قناعة بأننا لا نستطيع القضاء على قنديل عسكريا، ولا قنديل تستطيع القضاء على الدولة يعني على الدولة التركية عسكريا. فبالتالي نحن ندعو إلى عملية السلام، وبدأت خطوات عملية السلام التي السيد عبد الله أوجلان لعبها يعني هذه المرة بشكل مختلف، وهو بإشراك القيادة السياسية في كردستان العراق وفي روجافا، وأيضا إشراك الدولة التركية الفاشية، لكون أن عملية السلام تحتاج إلى الكثير من القوانين التي تضمن الشعب الكردي سواء الذي في قنديل أو في مناطق يعني شمال كردستان. فبالتالي أشرك البرلمان وأشرك حتى الجيش، يعني كانت هناك بالضبط بعض المقترحات من السيد عبد الله أوجلان رسلت إلى بعض القادة الكبار في الجيش التركي وهم من الفاشية التركية. فبالتالي أنا أعتقد السيد عبد الله أوجلان قلب الطاولة على تركيا، وأن
وأن الآن الملعب في الجانب التركي. أما ما يخص دولة بخشلي فهو يعني أمر مغيب، وهذا الشيء مقلق. يعني مقلق، ليس مقلق بالنسبة لنا لأن خوفا على سلامته، لا، أنا أقولها ويعني وخلي البعض يجوز البعض ينتقدني يقول إلى جهنم وبئس البصير. الحركة القومية، لا، أنا البعض يقول لا شماتة في الموت، لا، أنا أقول في شماتة. هذا دولة بخشلي، هذول عناصره كانوا لغاية الآن يقتحمون مناطق للشعب الكردي ويغتصبون النساء ويعتقلون بالضبط الأطفال. يعني هذا الذي كان لا يؤمن بوجود الكرد، يقول على الشعب الكردي اللي هو أصحاب الأرض، يقول هؤلاء أتراك الجبل، وأيضا أنصار عبر هذه علامته الشهيرة الذئاب. يعني أشياء يعني بالضبط كثيرة، لكن موت هذا الرجل أنا أعتقد فرحة بالنسبة لي، لكون أنا مدافع عن القضية الكردية أعتبر فرحة، لأن أقول إلى جهنم وبئس البصير. لكن الآن يعني غيابه مقلق لكونه هو الراعي يعني الأكبر لعملية السلام. شكرا جزيلا أستاذ علي العربي الأصيل الكاتب والباحث. أنا واجبي، بس فكر عندي رسالة أحب أوجهها تفضل. للأخوة العرب السوريين. أنا سابقا خضت نقاشات يعني هاي كثيرة مع من يعني منهم، يعني من مختلف القوميات التي تحتل أراضي كردستان. يعني خذت يعني بالضبط نقاش مع الأخوة العرب يعني في العراق اللي هم يعني بالضبط أهلي وناسي، وخذت نقاش مع الفرس ومع الأذريين الذين لديهم مناطق يعني متنازع عليها في كردستان إيران، وحتى مع الأتراك. لم أرى قلة تربية، وأنا آسف عن هذا الكلام، لم أرى قلة تربية وقلة أخلاق مثل الكثير وليس البعض، الكثير من العرب السوريين الذين الآن في التعليقات، خاصة على موقع يعني الجزيرة والعربية وكذا، يعني أن يتم يعني استخدام كلمات وألفاظ يتم بها حتى الطعن الشرف. هذا شيء معيب. حتى كان خصمك مهما يكون، ما فد يوم سمعنا من كردي يتكلم عن طعن الأعراض وطعن الأشراف، ينتقد الآخر، يقول له أنت محتل، أنت فاشي، أنت عنصري، أنت دكتاتور، أنت ظالم، كل أنواع بالضبط الإساءة يقول له. بس قضية الشرف أنا ما فد يوم سمعتها من شخص كردي ولا من هاي القوميات الأخرى. لكن عرب سوريا يعني عندهم الكثير للأسف من قلة الأخلاق والأدب. أنا أحب أقول لهم شيء واحد يذكروه، اللي هم يعتبرونه الآن مثال، اللي هو الطاغية صدام حسين. هذا بعد سقوط النظام الطاغية صدام حسين، عائلة صدام حسين ما حد استقبلها أولا، وموجود السياسي السني العربي مشعان الجبوري، وبإمكانكم استقلوه عبر يعني منصة أكس اللي هو دائما يكتب فيها. يقول جاني اتصال من كردستان من هوليار، أشوف الرقم من هوليار، أنا جاوبت. يقول كان الاتصال من قبل مقربين من السيد مسعود برزاني بنص الكلمة قالها، قال إذا عائلة صدام ما حد يستقبلها وبالأخص النساء، خلي يجي في هوليار يستقبلهم. احنا ما عندنا هيك أخلاق نطرد ناس، رغم هم عائلة صدام، صدام الذي ذبح الكرد وذبح البرزانيين والأنفال والحلبشة، قال أنا مستعد أن يأتون إلى كردستان. مام جلال رئيس الجمهورية، والكل يعرف تاريخيا مام جلال ما حد عفى عنه، صدام عفى عنه الكل لكن لم يعفي على مام جلال. مام جلال قال أنا لن أوقع على إعدام صدام. هذه أخلاق الكرد. لكن أنتم يعني أخلاقكم والكلام عن أعراض الناس هذا الشيء لا يوصف مهما يكون. الفرس ما عملوها، هذول الفرس اللي أنت تسأله شنو يقول لك أني فارسي والبقية عفوا بالضبط حيوانات، أنا ما تقولها باللغة يعني مالتهم، ما عملوا هيك. لكن للأسف يعني الأخوة العرب السوريين يعني بالنسبة إلي أنا صدمة، وأنا آسف خاف أخذت من وقتك. لا شكرا جزيلا. وهاي المسألة نعاني منها من سنوات طويلة جدا، لذلك نحن ما رح نعتبرهم عرب بصراحة، لأنه ما هم عرب نهائيا. هؤلاء بقايا شعوب اضمحلت ونسيت أصولها الحقيقية صراحة بقول لك. ونحن بنسميهم المستعربين أو الأعراب، الذي قال عنهم الله في القرآن إن الأعراب لأشد كفرا ونفاقا، وهذول هم اللي وصفهم رب العالمين بالأعراب. فحتى في فرق ما بين المستعرب، لأنه في المستعرب المثقف، المستعرب الجيد، المستعرب اللي
اللي كله أخلاق، لكن هؤلاء الأعراب اللي هم وصفهم القرآن بأنهم أشد كفرا ونفاقا، فهؤلاء نسميهم الأعراب. أستاذ علي، شكرا جزيلا أستاذ علي، الباحث والكاتب العراقي الخلوق، الباحث والكاتب في شؤون الكردية. أشكرك جدا، شكرا وأتمنى لك دائما تكون لك وتحياتي زيارات. للأخوة والخوات. أشكرك أستاذ، أشكرك شكرا جدا. جزيلا، تحياتي جزاك الله. للأخوة والخوات والضيف. شكرا. تحياتي لك أستاذ. رح نبقى على تواصل إن شاء الله، لأنه أنا قريبا رح أكون في المنطقة اللي أنت فيها، إن شاء الله نلتقي بالتأكيد إن شاء الله. بالتأكيد إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. لك، وأتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا. أستاذ درويش، ما تعقيبك على خطاب القاضي عبد الله وجلان؟ تحياتي استاذ صلاح لك ولكل ضيوفك دكتور سامان والاخ كادر والدكتور علي. اشكره على هذه الرؤيه الموضوعيه للحياه. طبعا احب ان انوه لبعض الامور، فكيف صدر كلام خطي من السيد عبد الله وجلان، ولكن قبل ذلك شاهدت التحركات والفيديوهات التي وصلت الى اقليم كردستان او الى روجافاي كردستان او الى قنديل، جميعا لم نرى شيئا سوى الصور فقط. وصول هذه الرسائل الى كل الجهات المعنيه بالصور فقط، على اساس هي فيديوهات تقدم اقل شيء كنا نرى، او الشعب كان متعطش لما داخل تلك الفيديوهات. ولكن بظهور الاعلام والجلوس مع السلوك عبد الله وجلان بهذه المرحله، كيف وصل كل هؤلاء اليه حتى لو كان بالسجن؟ فلماذا لا توجد صحافه حره حضرت لنرى كل ذلك؟ الان نحن بين الشك واليقين ان هذه الكلمات هو السيد عبد الله وجلان ام لا، فالشعب بات على الاطراف وليس كل العالم بذلك الوعي النسبي لكي يفهم مفهوم الرساله. رشاش كلمات تردين خبرك خمناك عادي تمام. فصلاح يعني الدكتور سامان كمان والدكتور علي، ويا ريته كان استاذ كادر لم ينزل، يعني كنت احاور بعض الامور، ولكن كل هذه مغازي سبب خوف الناس من كل ذلك. فاظن هناك بنود وشروط في حال عمليه زرع السلام، كأقل مبادرة حسنة من تركيا يجب كان يفك اعتقال بعض المعتقلين السياسيين الذين هم بارزين بالقادة السياسية. دعك من الشباب الذي كانوا يحاربون أو كانوا معتقلين بسبب كما يسميها تركيا بنزع الأمن التركي، ولكن هناك المئات من المعتقلين السياسيين الكرد في سجون تركيا كبادرة حسنية، يجب كان يفك اعتقال بعض السياسيين كأقل تقدير. ولكن مو نلاحظه انا كاستنتاج استاذ صلاح، اظن هي معادله دوليه فرضت على تركيا وعلى الجميع لنزع السلاح في المنطقه، وهذه المبادره نحن مع وقف الحروب، ولكن على ماذا نتفق من اجل ايقاف او تسليم السلاح؟ ولمن نسلم السلاح؟ السلاح لمن يسلم؟ هل تسلم لجهه دوليه او تسلم لتركيا او تسلم؟ يعني عمليه تسليم السلاح يجعلنا نشك بامور كثيره. لمن يسلم السلاح؟ هل هناك جهه دوليه تبنت هذا السلاح لتسليم السلاح ام لمن تسلم هذا السلاح؟ هذه نقطه اساسيه بكل المرتكزات والخطابات والكلمات المنشئه. ولكن انا اشك كانسان، اشك بتلك الصوره، صوره السيد عبد الله وجلان والشباب. طبعا احمد ترك بعرفه جيدا وجلست معه في النصيبين، اعرفه جيدا يعني، والانسه جوليستان طبعا بعرفها، هي اسمها ثاني اسمها جوليستان انها هي قريبتنا. ولكن الشك بات بدماغي حتى الذين واعيين من المرحله القادمه او المرحله السياسيه. ولكن كيف خلص خطاب السيد عبد الله وجلان من هنا وقياده اقليم كردستان بارك هذه الخطوه؟ اذا هناك امور متفقه على الصعيد الكردستاني بين الاطراف السياسيه الصراحه، باعتبار عند قراءة الخطاب مباشرة أصدر نشيفان برزاني وبارك هذا الخطاب أو هذه الخطوة. والجنرال منظم عبده كان جاهزا لإلقاء كلمة مباشرة إذا كان هناك تحضير مسبق لكل ما جرى. فأنا ما بعرف، نتمنى على شعبنا، وأتمنى من الدكتور سامان وأخ كادر وأنت أيضا توجه رسائل لشبابنا المتعطشين لكل ذلك. يجب أن نتمهد بهذه الفترة
نحن بمرحلة حساسة هلا والوضع حساس. بنهاية الحلقة راح أعطي تحليلي الشخصي للموضوع كلياته، وراح أعطيكم أشياء تتفاجؤون منها جدا، وراح أقول لكم الزبدة. طبعا استاذ صلاح، يعني اهم شيء الجيل يفهم انه لا نتسارع بالتخوين والتعويل باعتبار شبابنا متعطشين بكل ذلك. فاتمنى الهدوء بهذه الفتره، اقل شيء 20 يوم لتظهر الامور او تفسر الكلمات. هي الكلمات شبه ملغومه او مدروسه باتقان وبمعان، يعني اي انسان يفسرها على بحسب مفهومه لتلك الرسائل التي بعث بها بريس عبد الرجل. تحياتي لك، اشكرك، سلامي شكرا لكل جزيلا أستاذ سلام درويش، خاص للدكتور علي والدكتور سلمان ولكل ضيوفك. تمام استاذ، سلام. تحياتي لك، ونتمنى لك ليلة سعيدة، وشكرا للمداخلة الجميلة. تمام. أستاذ ميرفان، تحياتي لك، من زمان ما سمعنا صوتك، أتمنى أنك تكون بصحة جيدة. الحمد لله. والله أنا دائما بتابعكم، دائما أنا المنصة عندك وبسمع وبشوف، لكن وقت بشوف الحكي متوافق مع اللي أنا بدي أقوله، لذلك ما بطلع يعني بنطلع جيست لا يعني بالعكس، أحيانا. تشرفني دائما، أنا من الناس اللي أعتز فيك جدا يعني كأخ، أعتبرك وسلامنا يعني كمان أكبر للدكتور من العمر سلمان. كثير مني. أهلين حبيبي. وأنا طبعا أنا يعني شفت الرسالة، إجتني كمان النص تبعها يعني شوي. أنت حكيت بجزئيات النقاط الخلاف، هن مو يعني الحقيقة بالمكتوب 1000 سنة أو أكثر شوي، هو مقصود فيها من يعني تاريخ الأتراك بدخولهم تركيا، يعني ما في خطأ بهالقصة هاي. وأنا أعتقد هاي الرسالة صحيحة، ما في إشكالية بالرسالة. الرسالة كاتبها أوجران لكن هي مو كاملة، هذا جزء منها يعني مقتطعين الأجزاء اللي ما بتهمون، مو عاطينا وأنا كاملة. قصدي ليست كاملة. نعم، أنا هي نفس ليست الشيء قصدي كاملة، ليست أكيد كاملة، ليست وفيها كاملة. أيضا عندما تكون أستاذ ميرفان، أنا من البحث بالمواضيع وخصوصا في الدراسات، عندما تكون الرسائل غير كاملة تحصل فيها تناقضات، وهذا أمر طبيعي. نعم بالضبط، هي غير كاملة الرسالة، وهون شكلت إشكالية عند الناس، والقراءة تبع القراءة كانت عاطفية. أنا في لي مفاهيم مختلفة شوي عن القراءات الأخرى. يعني أول شيء مثلا هو قال إلقاء السلاح، هو ما مقصود فيها إلقاء السلاح، هي مقصود فيها عمل هدنة. يعني مقصود إلقاء السلاح هو عمل هدنة، والعمل هدنة هالمرة غير الهدنة السابقة، لازم تكون الهدنة من الطرفين. يعني دائما كانت الهدنة من طرف واحد، هالمرة لازم تكون من طرفين، يعني لازم يكون في توافق فيها. النقطة الثانية، هي الرسالة هي آخر مجريات العملية السياسية اللي كانت عم تندرس، يعني من فترة عام 2015، يعني من وقت انهارت اتفاقية السلام ب 2015 كان في زيارات وتبادلات بالآراء حتى وصلوا لليوم هذا اللي هو دولة بهشلي اللي طرح كلمته على البرلمان، لأنه كان في تناقض بين دولة بهشلي وبين أردوغان. لأن دولة بهشلي بفكر بدولة تركيا العميقة، هو يعني من الناس اللي له علاقة بدولة تركيا العميقة وبيفكر بهذا الاتجاه، بينما أردوغان بيفكر بشكل حزبي. ولهون يعني هذا الأساسية، هي النقطة الأساسية الخلاف بيناتهم. لهيك من هذاك الوقت كان في اتصالات وفي يعني اكيد انا متاكد، يعني ما في مو معلومات لكن تحليل بس، لكن متاكد من التحليل تبعي انه هذا اكيد في داعمين للعمليه السلم هي، وهذا الداعمين هدول هن من الكبار، يعني اتوقع الولايات المتحده الامريكيه واوروبا وممكن اطراف اخرى. واعتقد السلوك مسعود بارزاني له دور كمان رئيسي كان بهالقضيه هي، رغم انه غير معلن حتى الان هذا القضايا. وهذا الضامنين هدول للقضيه هي يعني حطوا شروط اساسيه متكامله لوصلوا. هي الرساله هي كانت الحلقه الاخيره مو الحلقه الاولى كما يعني بيشوفوا الناس، يعني الناس مفكرين انه هي المبادره من هون بلشت. بالضبط. هي الحلقه الاخيره، هي مو الحلقه الاولى. الشيء اللي انا بحب اقوله انه الحلقات المفقوده اللي احنا ما عم نقراها هي 3 قضايا اساسيه. اول شيء لازم يكون تعديل الدستور التركي، لازم يتم في الاعتراف بوجود قوميه كرديه الى جانب التركيه بالتوازي، اعتراف بالهويه الكرديه بالدوله التركيه على الارض التاريخيه، الاعتراف بالثقافه الكرديه بالكامل، اللغه وكل القضايا هي. وهذا الشيء كمان بينعكس، لازم ينعكس على مسائل روجافا كمان، لكن مو بالمرحله القريبه، لكن بده يصير له انعكاسات ايجابيه بالمرحله القادمه بس يصير في توافقات. انا يعني وقت دوله بهشلي
بالمشفى صار له كم يوم يعني، وانا هون يعني صار في عندي شويه شكوك انه ما تتكرر الحال يعني الحقيقه يعني. الشيء الثاني يعني حتى تفكيك السلاح بمنطقه من قبل يعني رفاق قنديل، هذا حتى لو بده يتم، انا يعني في لي وجهه نظر كمان بعيده انه هذا بده اذا بده يتم ويتم تفكيك الحزب سيتم تشكيل حزب اخر، هذا السلاح سيكون تابع لهذا الحزب الاخر بتسميه اخرى هدفه الاساسي تفكيك دوله ايران، لانه المرحله القادمه سيكون فيها تفكيك الدوله الايرانيه كمان. وهذا يعني شيء اساسي واستراتيجي بالنسبه حتى المخطط الابراهيمي للمنطقه، مرتبط كل المواضيع مرتبطه ببعضها. واليوم هلا سمعت عن كمان الاخ حمدو، يعني سمعت كمان حكى على كلمه كلينتون بال 93 بعتقد بتركيا، كمان حكى على قضيه نفس القضيه مرتبطه، وقضيه حق الاكراد بالمنطقه كلها حتى كرد الاتحاد السوفيتي السابق. بالتالي يعني كل القضايا مرتبطه ببعضها بالتاريخ، هلا عم تتحقق يعني خطوه بخطوه، عم نشوفه بعيننا هذا عم يتحقق. لكن المشكله الناس ما عندها صبر، والمشكله الثانيه القراءه الخاطئه دائما لكل كلام بيشوفوا بيقروه قراءه سياسيه خاطئه، لازم يتريسوا او يعني يعتمدوا شيوخهم السياسيين لحتى يحسنوا يفهموا القضيه، لا يعتمد على نفسه. هي مداخلتي وشكرا لك. شكرا جزيلا استاذ ميرفان، واتمنى انك تطلع دائما، يعني انت دائما متواجد باللايف، وانا بعرف انك تتفق مع كل الافكار اللي عم نطرحها، لكن يسعدني جدا انه لما بطلع فكر وكذا وهاي انك حتى ولو خرجت، وانا بعرف ما في راح يكون في نقاط خلاف، انك تطلع. يعني انا بعرف انك من باب الاحترام جدا انه نحن الافكار تقريبا متشابهه، واللي انا بطرحه هنا انت متفق معه، فما في داعي انك تطلع لا هذا خطأ. تغيير الصوت ايضا له دور كبير جدا، انه مو يصدر بس مني انا، لا يصدر من الاستاذ ميرفان، يصدر من الدكتور سامان، يصدر من عده اصوات، حتى ولو كانت نقطه نحن متفقين فيها تلعب دور كبير نفسي جدا عند الاخوه المستمعين. اتمنى لك ليله سعيده جدا والصحه ودوام العافيه، واشكرك جدا على هذا التحليل المنطقي اللي قدمته. شكرا استاذ ميرفان. استاذ صلاح، اذا تسمح لي بمداخله اخيره حتى اتركك يعني لتحليلك العقلاني، بما انه الحدث جديد وهناك ردود افعال بشكل دائمي ومتسارع جدا، وخصوصا من على الصعيد الداخلي قبل الخارجي. طبعا هناك جزئيه مهمه جدا احب اتطرق لها، وهو ما تطرق اليه الجنرال مظلوم عبدي عندما قال هذه الرساله لا تعنينا وليست موجهه لنا. هو يقصد هنا طبعا هناك بعض الإضافات في الخطاب للزعيم آخو، يعني لم هو معني فقط بملف حزب العمال الكردستاني. هناك فقرة يمكن ما انتبه لها البعض الأخوة، وهو عندما تطرق في الخطاب إلى حل بقية الفصائل. من هم المقصودين ببقية الفصائل؟ هذا بحد ذاته مبهم، يعني مجهول. لذلك جاء الرد سريع. في الفصائل التابعة للدولة التركية، الفصائل الغير منضبطة أو الفصائل السوركية حصرا، لابد من حل هؤلاء. إذا الرد كان سياسي وعقلاني من الجنرال المظلوم عبدي عندما قال لا يعنينا، هذه الرسالة ليست موجهة لنا، يقصد هذه الجزئية. لأن الأستاذ صلاح أنت تعلم حزب العمال الكردستاني أيضا تطرق إلى 3 ملفات يعني جدا ضرورية أن تسلط الضوء عليها: ملف الشهداء، وأيضا ملف اللاجئين أو المهاجرين السياسيين، وأيضا ملف السجناء السياسيين. أكثر من 12,000 سجين سياسي موجود في تركيا، يجب أن تسلط الضوء على هذه النقطة. فبالتالي مسألة نزع السلاح أو حل حزب العمال لنفسه ليس ما أراه يعني حل جذري أو لم يطبق على أرض الواقع بشكل حقيقي، لأن هذا الملف شائك جدا، ولا يمكن أن ننهي هذا الخلاف التاريخي بخطاب واحد. فبالتالي القيادة الموجودة في قنديل هي من ستحسم هذه الملفات، وسيكون لها القرار النهائي، بما أنه الأخوة مطلعون وأيضا لديهم تحفظات على بعض الجمل الموجودة في الخطاب. فأنت تعلم الخطاب فيه بعض الكلمات المبهمة، وأيضا يمكن لا أستبعد أن يكون فيها إضافات. بالضبط، ويكون فيها إضافات يعني مبالغات، يعني
الخطاب أعتقد جانب في باشور تطرقوا الآن قبل قليل بأن كانوا على علم بهذا الخطاب قبل أكثر من شهر، لذلك رأيت ردود الأفعال كانت مباشرة، يعني طيب لم إذا دكتور ينتظروا. سامان بدي أطرح نقطة وأعتقد أنك راح تتفق معي. هل تعتقد هذا الخطاب اللي طرح اليوم هو نفس الخطاب اللي أرسل لباشور وأرسل لقنديل؟ نعم نفسه، يعني ما تغير شيء. بعض الكلمات أو بعض الجمل يمكن تم إضافتها من قبل الجانب التركي، أو فرض على الجانب المفاوض أن يضطر. يعني أنت رأيت الملامح لما تم قراءة الخطاب، ملامح لا تبشر بأن الخطاب هو نقي 100% أو تابع للزعيم أوجلان. لذلك يعني بعض الضغوطات. أكد لك دكتور سامان بأن الخطاب اللي وصل إلى باشور مختلف عن هذا الخطاب نوعا ما، في بعض بالضبط. الأمور يعني قريبة منها، لكن نوعا ما مختلف تماما. لغة الجسد توحي بأن هذا الخطاب اللي كان بيقرأ الخطاب أنه ليس للقائد عبد الله أوجلان. لغة الجسد هنا فعلا. وفي الختام أستاذ صلاح، أنا أحب أن أقول يعني ابتداء من حزبي، يعني اللي أنا أنتمي إلى، يعني للأسف يعني حتى ردود الأفعال لم تكن بالمستوى المطلوب. يعني كان المفروض أن يتطرقوا إلى الجانب الآخر اللي دائما هو من ينتهك عمليات السلام، اللي الجانب التركي. كل الكرد وكل الشارع السياسي في الكرد لا يرفض عملية السلام، لكن الطريقة أو آلية الرد لم يكن بالمستوى الذي كان يطمح إليه الشارع الكردي بكل مكوناته. حتى الحزب اللي أنا أنتمي إليه كان المفروض أيضا أن يتطرقوا في جمل أو في رسائل غير مباشرة للجانب التركي بأنها هي دائما من تنتهك هذه المبادرات وعمليات السلام. لا يجب أن يجاملوا الجانب التركي على حساب الزعيم عبد الله، وفي هذه الظروف المبهمة والتي عليها علامات استفهام كثيرة. وأنت تعلم أكثر من ربع قرن الرجل موجود في سجون إمرالي في أسوأ حالاته، في خطاب يعني كثير من الأسئلة بصراحة ما أحب أتطرق لها حتى أترك لك الوقت، لكن في كل الأحوال حتى ردود الأفعال من الجانب الآخر اللي هو أنا أعتقد من باشور كردستان كان يجب أن يكون أفضل من هذه الطريقة، بما في الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. كان الأفضل أن يتطرقوا أيضا للجانب التركي الذي كان ينتهك بشكل دائم كل الاتفاقات وكل المبادرات فيما يخص عملية السلام، إلا أن الجانب الألماني الخارجية الألمانية تطرقت إلى هذا الموضوع وتبنت الخارجية الفرنسية والأمريكية أيضا والأمم بالضبط. المتحدة لكن أيضا. الجانب الألماني كان شديد اللهجة نوعا ما، قال بإمكاننا أن نتبنى عملية السلام إذا كانت الجهة الأخرى المقصود بها التركي إذا كانت لديها نوايا صادقة في عملية السلام. أنا أترك لك المنصة وكل الحب والاحترام لك جزيلا لك أستاذ سامان. أتمنى أن تبقى، ما في مشكلة يعني، إذا تحب تبقى يعني. تمام، أنا موجود. لضيق الوقت كمان أتمنى من كل الأخوة المتابعين الموجودين معنا يتابعوا الدكتور سامان، لأنه أنا بطلع عنده أحيانا كمان لما يكون ما عندي الوقت اللي أفتح لايف وأكون يعني في مكان معين ما بقدر أفتح فيه كاميرا، فبطلع عنده بالأمور السياسية من الأخوة اللي أعتز فيهم، وبطلع عنده باستمرار أيضا. طبعا هون أنا بدي أطرح موضوع هام للغاية، وأنا إلى الآن ما أعطيت رأيي نهائيا. هذا كله كان تحقيق، هذا كل الحديث اللي تحدثت فيه هو كان تحقيق وليس الرأي الشخصي أبدا. هو عبارة عن تحقيق في الصورة، تحقيق في الخطاب، مقارنة، أمور، ظهور التناقضات، هذا كله يدخل في باب الدراسة والتحقيق. الآن الرأي الشخصي اللي أنا راح أقول لكم إياه وراح أفاجئكم فيه بشكل كبير جدا عشان حتى تفهموا شو المغزى من الرسالة هاي، حتى ولو كان لها أصابع من الميت التركي فيها، حتى ولو كان فيها بعض التناقضات نوعا ما، لكن الرسالة هي واضحة جدا بالنسبة للقائد عبد الله أوجلان. القائد عبد الله أوجلان هو يلعب على الوقت حقيقة، فرمى مثل ما بيقولوا هذول الرياضيين، رمى الكرة في ملعب الأتراك والمجتمع الدولي هنا، وهو يعلم تماما بأنه الأتراك لن يتحركوا أبدا، عشان نكون واضحين، لن يتحركوا وسوف يحرجون، حتى ولو كان الخطاب فيه مثل ما قلنا لكم فيه أصابع
للميت التركي، لأنه مجمل الخطاب مهما غيروا فيه لن يفقد مضمونه. ليش؟ لأنه المضمون تبعه يدعو إلى السلام، وهذا يحرج الأتراك أمام الدول العالمية كلها. هذا واحد. الشيء الثاني الهام للغاية، يدرك القائد عبد الله أوجلان المرحلة التاريخية التي تمر فيها تركيا، ويعلم تماما أن المسألة تحتاج عام أو عامين لحتى الرؤية الدولية بالنسبة لتركيا وبقائها أو فنائها. وتحدث بشكل أيضا كرسالة مبطنة في أحد الجمل تبعيته بأن بقاء الدولة مرهون بالحل الديمقراطي للقضية الكردية. وهذا ما حدا بيفهم الرسالة هاي إلا المتعمقين جدا، يعني أنه هو يدرك إذن هناك فناء للدولة التركية. وهنا لابد نفهمه عندما يقول، يمرق هاي على كل الناس، عندما يقول بقاء الدولة التركية أو بقاء الدولة، حتى ما قال تركيا، قال بقاء الدولة مرهون بالحلول الديمقراطية للقضية الكردية بشكل كامل. من هي الدولة؟ هي الدولة التركية. طيب، من هاي الجملة يدرك القائد عبد الله أوجلان هناك مشاريع قادمة ممكن تؤدي إلى فناء الدولة التركية. فهمتوا؟ أتمنى من الأخوة فهمت شلون بحلل أنا، مشان تعرف طريقة التحليل. أنا ما باخذ الخطاب نفسه ولا باخذ الكلمات نفسها، أنا باخذ عقلية الإنسان الذي يلقى الخطاب، وهذا هو هنا النقطة المهمة. عقلية الإنسان عندما يذكر بأن بقاء الدولة مربوط بالديمقراطية، إذن هذا الشخص المتكلم يعلم بأن هذه الدولة قادمة إلى الزوال في المستقبل. وهذا تحليل اللي أنا دائما بتخذه بهذه الطريقة. إذن معناته العملية كلها القائد عبد الله أوجلان عم يحاول يلعب بالوقت، رمى الكرة إلى ملعب الأتراك والمجتمع الدولي، وقدم يد نوعا ما لا يحرج الأتراك، لأنه يعلم تماما بأن الأتراك لن يتحركوا أبدا. وصار 10 مبادرات تقريبا تحصل وكلها باءت بالفشل بسبب أن الأتراك دائما انقلبوا على كل الاتفاقيات اللي كانت تحصل أو المفاوضات التي كانت تحصل. فالقائد عبد الله أوجلان يعلم تماما بأن الأتراك لا يستطيعون تنفيذ أي وعود من الوعود اللي بيقطعوها ويعودوا في وعودهم. وأنتم شايفين مسألة استمرار الحرب، مسألة استمرار القتال أيضا في سوريا، لم تبادر الدولة التركية بأي حلول، لم تقدم شيء للبرلمان، ما أخرجوا السياسيين اللي موجودين والمعتقلين السياسيين الموجودين عندهم أو حاولوا الحديث عنهم نهائيا، ما تحدثوا بأي شيء يخص بالقضية الكردية، ولا السياسيين تبعهم ولا حتى الإعلام تبعهم بشكل كبير جدا. فالموضوع كلياته أنه يعلم القائد عبد الله أوجلان الأتراك غير جادين بحل القضية الكردية نهائيا، ولا يستطيعون أساسا حلها، لا يملكون القوة لحلها. فلذلك هو يماطل بالوقت، هي عبارة عن بسبب الضغوط اللي موجودة عليه نوعا ما أيضا المحادثات والزيارات والأمور والكذا. فهو واضح جدا أنه ألقى الكلمة هاي حتى ولو كان فيها أصابع من الميت التركي مثل ما قلنا لكم، لكن هو يعلم تماما أنه لن يتخذ الأتراك أي إجراءات، سيبدأ ضغط دولي أيضا، وهذا يفيد القضية الكردية نوعا ما ويفيد حزب العمال الكردستاني، وتتغير النظرة العالمية أيضا لحزب العمال الكردستاني. عندما يقول حزب العمال الكردستاني هو جاهز للحلول السلمية، هو جاهز أيضا إذا كانت تركيا جادة طبعا هنا بالحلول السياسية أيضا للقضية الكردية. نحن ممكن نلقي السلاح، ما في مشكلة، لكن هو عبارة عن تصريحات سياسية للدول وليست مسألة عملية يقوم فيها حزب العمال الكردستاني. وهي النقطة الواضحة جدا. إذا القائد عبد الله أوجلان يدرك تماما بأنه الأتراك يخسرون الوقت، وأن الوقت ليس من صالح الأتراك. وأنا شرحت لكم هذا قبل 2 لما قلت لكم أنه لابد من تغيير الدستور، لابد من الإجراءات اقتصادية وإنقاذ تركيا بالفترة القادمة. فالقائد عبد الله أوجلان يدرك هذا تماما، فلذلك هو يلعب على الوقت، يؤخر الوقت، ما عنده مشكلة أبدا نهائيا أنه مرة أخرى يتم تشديد الخناق عليه ويغلقوا عليه السجن أكثر. وأنا أتوقع هذا الشيء، وقلت لكم إياه قبل، أنه القائد عبد الله أوجلان بالفعل سيتم تشديد عليه مرة أخرى، لأنه الأتراك لن
يجدوا حلول معاه نهائيا إلا إذا كانوا الأتراك جادين فعلا بأي حلول للقضية الكردية، وهذا لا أعتقد أبدا، لأنه الأتراك لا يملكون هاي العقلية. الأتراك يملكون عقلية واحدة فقط، اللي هي عقلية أنت تركي، ولا يوجد غير التركي في العالم كلياته، مو بس في تركيا، في العالم كلياته. هاي العقلية الشوفينية الموجودة عند الأتراك. لذلك لا أعتقد أبدا بأنه الأتراك سيقومون بأي مبادرة بأي حل، وأنه هي عملية كسب وقت، ونفس الوقت محاولات يائسة من الأتراك باللعب على القضية الكردية ومحاولة الخروج بأقل الخسائر الممكنة. طبعا احنا تحدثنا خلال الفترة الطويلة اللي فاتت كلياتها بأنه كل وقت يمر على الأتراك سيضطرون إلى دفع ثمن أكبر. الآن نعم الأتراك نوعا ما مرتاحين، عندهم سنة ونص سنتين ومرتاحين في هذا الموضوع، فيأخذون الأمور السياسية بمد وجزر وما يقدمون فيها كتير. وعم نشوف يعني حتى ما بتصدر منهم أي بيانات، ما بيصدروا منهم أي حديث نهائيا. لكن خلال الفترة القليلة القادمة عندما يروح الوقت شوي راح نشوف من عندهم يبدأون بالحديث عن القضية الكردية وحلها، بعدين راح تصير مسألة التنازلات، وبعدين وهكذا وهكذا. كلما ذهب الوقت وكان الحركة الكردية واعية لتلك المرحلة ولم تقدم تنازلات، سيضطر الأتراك إلى كل مرحلة في تقديم تنازلات أكثر. وأنا برجع بقول لكم ما يقدمه الأتراك اليوم بثمن غالي غدا سيكون رخيص جدا، وهذا أمر سياسي مفهوم. ومثل ما قلنا لكم بحكم معرفتي لشخصية القاضي عبد الله أوجلان، هي كلها مناورة سياسية اللي بيقوم فيها حاليا بالضغط على الأتراك دوليا، وأيضا أعطاء انطباع للعالم كلياته بأن حزب العمال الكردستاني ليس كما يدعي الأتراك بأنه حزب إرهابي وأنه حزب قاتل وأنه حزب لا يملك أي شرعية في تركيا. وهذا الأمر الهام للغاية ونجح فيه قاضي عبد الله أوجلان، نجح في هذا. وراح نشوف ردود الفعل الدولية مستقبلا، وأيضا التعامل مع حزب العمال الكردستاني من قبل الدول العالمية في الفترة القادمة مختلف تماما، خصوصا هاي الحركة القامة. برجع بعيد جملة هامة للغاية ودائما بقولها، هو شخص وشخص كبير بالنسبة لنا، لكن هذا الشخص بالفعل استطاع وضع الأتراك في السجن ووضعهم في سجن سياسي. ليس القاضي عبد الله أوجلان هو الموجود في السجن، وليس هو اللي واضعين عليه الانفرادي، لا، الحكومة التركية الآن في سجن سياسي. وهنا الجملة لازم تفهموا شو بقصد فيها، هو في سجن سياسي لأن الحكومة التركية بعد فترة لن تستطيع ولن يكون لديها الحلول نهائيا. وهنا من الناحية النفسية المثقفين والأساتذة بيفهموا شو بقصد فيه، لكن ما بدي أقول كلام أجرح فيه الناس، لكن أصحاب العقول يعني الصغيرة أو الغير متعلمة ما بتفهم هذا الكلام شو بقصد فيه. نعم يستطيع شخص وضع العالم كلياته في سجن إن أراد بعقله يستطيع. وفعلا القاضي عبد الله أوجلان واضع الحكومة التركية في سجن سياسي غير قادرة على التصرف نهائيا والتحرك وتقديم أي مبادرات أيضا، وهذا أمر هام للغاية. ونحن راح نشوف التحركات الدولية اللي راح تصير خلال الفترة القادمة وهامة للغاية، ونشوف تصريحات الدول أيضا. هذا راح يعطي نفس كبير جدا لحزب العمال الكردستاني، وأنه يخرج من التقييد اللي موجود عليه ويصبح التقييد على الأتراك. ليش؟ لأنه العالم كله راح يقول للأتراك حزب العمال الكردستاني عم بيقدم مبادرة للسلام، أنت ليش ما تسعى للسلام؟ إذن هناك حقوق يجب أن تقدمها، يجب أن تقدم تنازلات، وتتركوا مسألة السلاح والحرب والأمور هاي كلياتها. وهذا هو اللي قصدت فيه بالمسألة النفسية، أن تضع حكومة أو دولة في السجن السياسي.
وهنا ليس السجن بمعنى 4 حيطان وهي، لا، السجن السياسي اللي هو الحلول، يفقد الحلول. أتمنى تكون الرسالة هاي وصلت. راح نسمع كلام الجنرال هام للغاية لأنه بيهمنا نحن في شرق الفرات أيضا، بعدين نعقب عليه. براستيا يعني أف باغوزيا بريزو جلان كثيرة مكتوب شهادة جمالجي جهاز هسدر جي بمكتوب كفاهات ويعني أف باغوزيا بريزو جلان أو جبونا أبي وجبونا بكيكي وجبونا هزي جرينا بجرداي بكيكي بو يكسر نجبونا بهرم بو وأز بيجي بيجم يعني وبكي كشوا بريزو جلان يعني سركردة تاي بشري كردستان أو حد كثيرة مكتوب شهادة جمالجي جهاز هسدر جي بمكتوب كفاهات تأكسرت إذا هسده ويعني بيجن بمجرد ده كأنك يلي بالي جوانا قاعد بس ورن شيء كرن جوانا كوبس كري كسري باشتي ورن شهر سر كرن بابا مجرد ده سر أتوا وكرن از به باوری دامه يعني اگر بس يكون نظر PKK و تركيا ده ورد شيء كرن أشتي ورد شيء كرن يعني بيوستك ولا سر به هريمة ماجي بشرف شيء واسي كأريني كان به بك يعني باندور أخوان باندور بكي أويضا أم يبي دكان وأف بيفاجئ كنا بيش دكان أو السر بدركه باندور بكي. So when it's come to the announcement, so the PKK announcement. طبعا خطاب الجنرال واضح انه المسألة هاي لا تعنينا نحن، يعني هاي الخطاب كان للحزب العمال الكردستاني داخل تركيا، ونحن بالنسبة لنا يعني ما معنيين بهذا الموضوع نهائيا، لكن نتمنى انه المسألة السياسية ان صار في سلام وكذا ينعكس على الوضع السوري ايضا، وانه يكف الاتراك بما معنى الحديث عن وقف الحرب الحاصلة. طبعا اليوم كان في كمان يعني هجوم شديد جدا على المناطق الكردية، وكان هذا ايضا يعني بعد الخطاب القائد عبد الله اوجلان، وهذا بيعطي انطباع واضح وصريح جدا بان الاتراك لا يجنحون الى السلام ابدا. لو كانوا الاتراك فعلا يجنحون الى السلام ما قاموا اليوم بهجوم مباغت وسريع وقوي جدا على جبهة السد. والى الان السد مقاوم بشكل كبير جدا، والاتراك يحاولون باي شكل من الاشكال انه يعملوا مكاسب على الأرض ويلعبوا فيها على النفسية الكردية، وهذا هو السبب اللي صدر البيان اليوم من القائد عبد الله اوجلان. هم يعني يحاولون بحرب خاصة يحاولوا فيها يكسروا إرادة الشعب الكردي، لكن لا أعتقد بأنه ينجحون بهذا الموضوع. طبعا في اشتباكات عنيفة جدا بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي في منطقة أمدية. خلونا نسمع. طبعا الفيديو موجود بالتليجرام، صفحتنا بالتليجرام، اللي حابب يشوف هو موجود في التليجرام. اشتباكات قوية جدا يعني. موجود الفيديو بالتليجرام تقدروا تشوفوه. ما في صوت بس طبعا صورة. طبعا أنا هلا بدي أخذ قسطات أيضا، وبدنا نشوف آراء الأخوة اللي كانوا موجودين معنا، إذا عندهم أسئلة أيضا. الطرح اللي طرحناه واللي اللي طرحوه الأساتذة أيضا قبل شوي، ونشوف رأيهم. كل هذول طالبين قسط. نحن رح نبلش من الدور من أول من طلب، بس ما راح أقدر أطلع العدد الهائل هذا، لكن نحاول نطلع قدر المستطاع أكبر عدد ممكن. The Kings
عزيزي ذا كينكس معانا انت؟ مرة ما كفاكيش كل ذابل بركي والله بس بالك ابو بصري معانا الاخ ابو بصري. هم طالبين بالغلط الاخوه. كله طالب بالغلط يعني. القيصر الاسود تفضل عزيزي. عبارات بخير ما مستا ومغفانيتا وتماشفانيتا يبار باش سلام ما مستا خطابة سروق جبو تشك بردان أفنا ولو نيرين إنه دست تركاجي روج آفاجي قطب بزريعتا واني نميني وبحوليني في أف موضوعي دائما وقت تركي وإيران دائما العبيد هلنا جدرفي باجاري خو دولتا خو سروكاتي او يعني او جوكا اغريا جو بيد ليزن حاولان بين داخل تركيا افيك استخوازم انه افنا افنيرين تولوجي دوينه ويا دو انه اف خطاباوي يجي انه بكاكي نا هيزكا تيروريستا انه بيشاوجي انه تصنيف جي سروارابي يعني افجي مثلا وكان ها خطاباتي دولتي وكا فرنسا المانيا امريكا انه اوجي يعني فيناجي دمكي بركي بيش ده انه تصنيفي سرواراكن يعني بهتر ضغط سر تركي تشيبه افقى شرق وش درفت كر بقلبه دهندروي تركي ده وساعات خوش ما مستا قالك سباس رجع راستا اشتغل يتا ازي چند قصة كديجي بم وز بهيفيما ام تفهم بكن بتشككي حساسية مرة هي في دروجة بلكي هون بين انجاوي متشلو صورنجي بركو بهار دا سبيكر وهي من درماني خونا بريه يعني على اساس قالك هيفا اداري ام دس عادة ام دبن فهيجي يز بتشككي ولو نمظبوطم يعني سباسيا وحموكات كم امي چند قصة كيبن ودوفرا امي وشاني قرن وان شاء الله امي صمودس بجارك تركيفك الشيار كيف الشيار تمري هريك اكي ابترما كلامك از بس سلامك بتاعكم سپاسیاتتكم مولا تاوا لیکن تا پر خوشه خودش ترازی به صالح تمام شب باش شو باش ترجعوا از قصة دار دخن بس حموتين اخواري الحياة كيكي حياة الكرمكة كيكي الحياة مري انا خوش الحياة ترى ماما مستا إيفار باش ايفار باش ترجعوا خوش كازي كرمكة تعبي ربي قالك سباش بو فاتشي دكي وفاتشي خوش تجمر بيجي ومتخو سباسياتك من نازي ديبلو ساعات خوش قالك بخير سباسيات كما جي كيكي هامو كرمكة براي عزيز يفر باش براي هامو تمري ري سبتر يفر باش ايفار باش ترجعوا قالك كيف خوش هنا هنا مشانتا وتشتي جيم ام راستي هنا بيت جدبن راستي وكيرو داخنية ساروك تشنهانا ناماتي خيان كرن يعني داغي دبيجا انه سلاف وريز 25 شباط 2025 لهيرو ام بيجن 27 بو و ده خيان كربو انه على اساس بهلكن هلكك وچند هفوكتنه تدا خيان كربو ويد ديجي دبيجن 4 ساعت لباوي ما بو لهما دبهلكه ده خلال كيمي 5 دقيقه بداوي بو يعني دفرد جي تشتكدن جي از دخوزم بالي سر بکشین حیانها بلکه از دخوزم سر بخوشم تاویج خیان بکرا دگو نامه ده خیان کربو انه شری کل سری کرده دهاتنی ترک بون نه ولات امریکا و فرانسا و بریتانیا بوجوی تشتیجی خیان کر ام بقل بینن
قلتنا ساروك حفتشتنا لباش منا كان وكدم بقلبنا دخوص بله واتشتو بيجم و أزقلك تسبوز كم سيرفي وشانيتا سرسري مسرچاوي مقالك سباس بوتجي كيبر خدان كرمك يعني برباش ما مستصلاح ساعات خوشتا وعليكم السلام وجوالك ترى تخسيرنا كروا تقريبا وحمتش قوت ونفس الخير نفسها فيت حساب ترى مريش يتوي حبايش تخوي تدخوفت دائما قصصتا بالضبط بس قلت لك يا تدي من لايف كير بس جمت شهر ضح باز ضح بدرك السن اسكار رسالة جمت از بقين ما بتي هزار وبينصد انسان قو دارتك امنا دي جيناريني ملاتن هارك انسان وحر ناريني خو بدي بس اشخاص او جروب من هنا خوياين بري وناس كن بري شريف هي هزامت كن بري سروكي ما خاين كن بري هزامه وشهيديه ما خبركنا ما ونذكرنا وانا بله حتى اختي دما ريجيم بريجيم ما بريجيم فجي قريت دان بشتي ريجيم تشون اف اشخاص حمون ضابون بريجي مازال ما اشتغل كان اخوش بيجم قصوري عفو كن او شكالك لو او جليكك هيا وبري درباسي بمالي بيت قدر اخو بباقشتكي فقرانا مستوى اخواني ايرو دي سامت بين اول شيء قلكي دركه في فتره ده بيجا ام دعوه مش جمله طيمه تكسلوا اقو حدار نكي فتره كدي ساجي فقرنا شيخ بري او جلكا قون نجي خبوا باقش بكن أوايا أختي بريد قوتن أف بارتي كعميلة وأفسروا خاين كردستاني ناخوازي ناخو دوا واو شي خلاص بون موت كانوا بيش واو جوا خلاص بون هذا ودرت كتنش بوتش تشماو نقداوي كن تشما دي سبني شريه بكن الفادن قاقو حدار نكن تشندروكا إفقرنا جي خوي بري أصلي جيبو ساعات خوش ترجي لازگینیه که گلکی زو هیا دولت داگرکری ترک گندی دورا آمده تو باراند کی دولت داگرکری ترک و فيديوجي ترك كتيع مازقت مظن ما مستصلاح ايش شر دجوار كذا فترة ليش بو بيجي الدنيا وعالمي دا بيجي ميزنا يعني وقوتي تشتي قوت بيجن نوكا أو بيجن فاي الشرعية وشري وأنا سكني عرفي فترة شري بردوام كم زان خبسات الدولة تركي تكودي ديا الآلية تلتمر جدس قصفي كريه ترك وشر الآلية لا تقية قلكي قرانا دنقا بينها جهاتنا تابعية علوية وجماعتي هيئة دورا بقندي بيلافي لدهوك يجي شر قرانا طبعا ترك دس بيكرنا شاركي قران سباس برخدان سباس ياتكم براي عزيز ككي جان إيفار باش ما مستا روش باش دانك تينس بيجمنا بلي كرمك ما مستا تيبيات بري تشغيسي تا قوت خطاب وتلفزيون تنا كسيش تبع ورنتكر بلي راستا يك مدنابا خود ازي انساني يكمي مش تبع وردكر قسروك خطابة تلفزيوني نابجت تنا ناكب السري تكاسيده لي دولتا ترك آف هاتي من قوناي دخوازل ليسكا كيبليزه ترك نباشت يري ده هزار و ام بيجن 12 و 13 وقتی او ریا اشتیه چه بو بری دسپیکا سوری ده تیبیرا و بلکی تیبیرا تجي خطابه بريز مراد قريلان هاي جو كس وق ما تركان ناس ناك مبوار خوندي بحفر خوندنه وزراء دولتا تركيا اردوغان قشاب ويشاي طالبهم بهبرد خوندن جو امو الناس ذكن ام زانن بي چغا دارن ملت جوان يقين نذكر باور نذكر ام بيجن سر خطابه بريز اوجلان ايرو ياو دولتا جو فنانكي هنرمندكي كرد الياباني تدخل تيد بك النهي لحفلاخو بكردي تشيكي وچاوا اشتيه بتر تشيك راستا ياو عقلش تشتار دبي ياو ايجو هستيه زاروكي خلكي جنازه ناشينه هستيه وان بكيسات شينوي چاوا اشتيه بتر تشيك
ئێگۆ تەیاریوی سەرسەرێتەی گوندێتە تۆباران دکێ وی چاوا شتیە بتەرچێک یعنی عاقلش تشتار دەبێ ئەو دخوازە پەکەکێ بینە لیستکێ لێ ناین وێ لیستکێ پەکەکێ نە پەکێکا بەرێ پەکەکێش ڕۆژا ڕۆژ نەرینێ وێ خویانە گشت بە عاقلن گشت خوێندەنە دناوا شەردەن دناوا چیکێدەنە bi dehê cara agirbezt çêkirine dewleta Tirk gavek pêş dinavêt. Yanî em dixwazin millet neyê wê lîskê millet fêm bike şerê taybet heye wala wê çeka deyn û bê yek ji endamê PKK yekî em bêjin bi Kurdiya me yekî apoçî êgo nava herekê de her pêrûnê kare 24 saeta bi ter biştexile û وعاجز نابو ناتعب واشترح وبسكريكا كنت قشي بيجي بله ايرو ام بيجن هما هر ابي مالباتي جو زارو كيوان خوين دانه جم حالة ديه ككرد بيج والله باي بكيكي تشك دينو وحد يكر او جنك قبولناك او دي قبولناك وخوينا لايم شلو الشر دينو هارو كوي وشلو تشك دينو دف شر بردو هارو كوي او دیا گون زانن آوی خودینه دلی دی و حرکت زانن بوی ما بق قبول ناکه چلو وی شر بسکن وی چکا دینن وی هر مالی خو خوینا لایم وی کد هر یعنی انا تکبه سری ملد گو پاکیکی چک دینه یلا سلام علیکم حلیک هر جیکی وی هرم که ماولوی دولت آترک نای سریه ايجو بلديه سروكي بلديه حرو بقري بري دروجا بقري وملت ببرشقينه ده حياته ده اشتيه دخوازي او لي كرد ايرو رو كرد جحمرو جي خورترن ويتركوا عم بخابينه بري صدي صلاح حق كرد خاباندن ويتشاغي تشكي ما تنبو سيفك ما تنبو لي انا او طياري وي حديثي قد كي او بلافري وي قد كلام ست شاي مر درباس بما بخابينه اشتيا بيغاف دكوشي وي الدنيا تشي وي بيشي خيو تشلا كنابه برا ترك دمرت بريز دمرتاش برده امشي باور بكن واشتيه تشيكه بده حزاره سياسي حبسات هنا يك ني بردان وي بيكي چاوات چك بدينه برا کس ترکا باور نکی و کس خانه ویلیس که و کس یقین نکه کاج مر بیشن یک اندام پککی اف 33 سال وان حبسه ده دفش سروکاتیه بر انسان عادي مجرد پککی بو جسر موقفی خداکت 33 سال حبس خوارن جا خداکت گوش دولت درک مبرد از ببم زلامی ته از دش وی بسکریگه بردم کناوی یکیش مردرخم بری 15 روزا بو جی گندواری عموده یک هات بردان 30 سال حبس ترکی دما جسر موقفی خداکت جسر مبدأ خداکت ولوي تشت تدبيجن ام باوريام بشتغاليه تي جنيف قراني تشت قوت تدبيجي دبي مروه شيار بج انسان زانه انسان خونده باور بكي وببينه استجاري باور ناكم دولة ترك اشتيه بك دولة ترك خوازم ما بخابينه آواتی بن قوناوی زانت تشت النهوی الویل چه به لرجلات نافین دخوازه پعره کجه به پعنه کجی المخمه به بخابینه يعني برا ملت هشيار به هجر دولتك ولو تكنولوجيا وي خرط ولو تكنولوجيا وي كار نازبك بكي تشد خوه چمانه کار بريز او جلان لايفه كي چيك چمانه کار ببینه پرلمانه کی چمانه کار دریا محامیه ویر نامه کی بشینه دخوازم ابي خابينه مبين ليسكي وبريز قريلان وجميل بايق وانا قش ناين ليسكي انسان وانا عمري خود بير يدانين بري بريز قريلان قوتي جويت تفنقام بي تشكي متنا نا بريويد بنقاد هنه نا قصر قناغي وي هنه ونا جنو زاروكي خود بير يد بيرو قال كرنه نا تين خاباندن ونا دجوير يبرددن والله تشكا دينو سبيراج توري خوار مالا خو كوتشي وياو
دنیای ناکەف سەریادە ئەمان بهێڤینم ملەتێ کورد نەیە وێلیسکێ و نەیە شەڕێ تایبەت و دەستێ هەف بگرن و حیا جوان بێ ji ser doza xwe da nekevin hama got birêz Demirtaş hat berdan êm biz hemû tiştî yeqîn bikim ez jî yeqîn dikim goyê Tirk aştiye çêke wê piskirêka Kurd çareser bike Tirk aştiye ticarî çênek spasiyet dikim kekê can û hêviya min jî şaya dawî got dewlet bexçelî îro berî sibe bimire baş e mirna kûçika inşallah nemîne rojekê yek ji wan nemîne inşallah inşallah ji ber got bimire ew ê xwe xwe biratiya Kurda û Tirka ê min ez wê biratiyê naxwazim û lane lê hêbe û inşallah yekî Tirk dinyayê hemûkî dinemîn ê başê wa beriyê pîsê wa amîn ya rab û ew got îro berî sibe bimire baş û ew ê xwe xwe hevkevin inşallah rast ew şirîkê bi xêra wê hikûmet şekilan ew ê hevdû safî bikin inşallah em îro berî sibe bibînin inşallah inşallah ev erebê hajî gişî bigiyên wana hevdûr bimirin giş ê maşka vana giş teriyê wî ne vana giş şwa vana qala wan nek ê got îro sedda tiştînê topbaran dike û ê erdê Kurda ji dervî sînorê Tirkiyê dagirker dike di heyata daişîtiyê wê mer çêke ev çi gotin berê di berî 10 sala û 15 sala de jî PKK agirbest çêkir dewletê Tirk qereqol çê dikirin ban dikir PKK digola agirbest tê çêkin te qereqolê zêde çê dikir Birayê can spasiyet dikim gelekî ez îro bi rastî jî tamam birê me şev baş û spas ji bo te hebû ji ber wilo ez derketim spasiyet dikim qurbana te bim sağ bê nas erê sergestên ji bo ez bigirim spas birayê azîz ser serêm û ser çavêm spas ji bo te jî birê min sağ be خوشک براياني بريز بچكاكي حساسين برايا ونها بو بدايتا بهاري ولازم از درمان ببم وزوج درمان را جبروا له هون شعبي مصور دبينن يعني هون دبيجنا من جماعة تخوي تعبي خوياي وونا جبروا حبي بيس او هي بتشوشك ايه حساسينا جبروا في موت خدرين انقلكي وكذا وانا حتى كويس درزية حساسية ببم وان شاء الله خلاص دبي سباسيا وحمقاتكم كاكي آمد كرمكا سلام و ریز شه باش مامۆستا ژدێ و تەماشەوانە رەتەوە مامۆستا دەیاری تەب کوردیجی گوت ئەمە پریژێ عەرەبی بوو مفهم نەکرا ئەمە دیسا جی ئەبوەرە بووم گوداخرد بووم نێریناتە ئەمە کورتاسی برێز سەرۆک جالان و کاوی هیتابەوی سروي باقفي اما كرتاسي تجي ناقشي درباسي به سروك زاني تنبونا تركا هاديه وسروك زاني صالك دي صالي دي تركي تشقاسي ام خو بقرن ترك مجبوره بهتر تنازلي بكي وري خوارج دا خواستني خو وقالك حقاجي بدي جبر ولو سروك عبد الله اوجلان بسيولوجيا دجمن دلايزي واضخي زنداني دا سياسي بوليتيكي واضخي زندانê de û weşer mezar dike pêşiya dewletê dinyayê ku pişan dide pêşiya dewletê dinyayê ku em aştiye dixwazin biz Tirk vê aştiya henakê naxwazin bi kurtî ev ne hemû ye û bi wext dileyîzê serok û ev tiştê henekê hemû dikir zanî ku Tirk nikarin tiştekî bikin û nikarin teheqa tomafa jî bidine Kurda ji ber ku dijî xwîna Tirka ye dijî tabîata Tirka ye dijî dilê Tirka ye dijî eqlê Tirka ye dijî تفكيرا تركايا جبر ولوجي تنبونا تركا هاتيه وهاتيه او بخوجي نامك بتشوشك تيدا دينيد به اگر اف دولة بميني لازم اف دولة خوبوغاري خوبوغاري يعني معناه ويتشيا يعني رنجي خوبوغاري خنما دولتك تركيبية ببي دولتك حمو نافي ملطي حمو كتيدا واف ترك في تشتيناكن Türk jiviya kabul nakin zaten ji bonê şoreş dikin hem ji alî ki de şoreş alî ki de jî barış yani dimeşîne ez dixwazim viya sualkim ama ew fotomontaj bû yana fotomontaj bû ew suret narasta ew ne serok e ne serok ebeden ne serok serî wî qusandin ew danîne ser cismeyekî Tirkiye û suretê cismeyekî dî jî sê cara çar cara filter kirine fotoğraf kişanı fotoğraf kişandine û hasir hevdû swar kirine û lû derxistine bes tehlîla mexberê ku tehqîqê tê de dikirin ew suret ne rast e zor spas ji te jî derbasî ve
سلام وشباب منا بخير هادو تشاو كاكي العفريني Ivar baş slavê miştara ye باش تشاو estemî ez kêfxweş dikim lan tu besêva dike û te hemû kêfxweş dike îro min besê te min guhdar nekir ez dixwazim çêkê wilo kî nîvê te ji me re bişerxînê نا تي تسجيلي حموكي سر يوتيوب بيني صبا افيا ايرو ينزلي ايرو بيسكا كدي تركي امي تسجيلات هو نزلينن وصبا تسجيلات فيناكي حموكي نزليني ازنا ما كارم شرح بس كي تعبي من قربان وما مستعج بو وقت تصريحي قائد صاروخ قوتي انه نظم راستا نظم دبجا انه بسر بيكيكي اما يشي خوب يعني اي سوري تنعي صاروخ نقوتيا وجنرال المظلوم قوتيا فنا إشي ما بيني مشارك الفرط ما إشي ما بيها إيما يعني سلاح دينونن نا قصة قيمة جنينة في قصدا ودولتي أمريكا ودنيا حموكي دعماواتكي وكرد وعرب وشارك فيناش فينا هي طب اذا ما دام ولو اشتغليه انا لازم الترك سوري بكشي دركب يعني في جن هذا شغل دولتي دنيا هي في أو بيجنواناكي لازم تبسكني أقرب بس بيتشبي دبي دبيجان انه تي سوري الكردو انه الكردو ده دبلان حسب بيكيت هاي بس حسب بيكيت يعني مثلا بلي البجرة هاي ناجمانينا عددك بتوشك هابو هات وكذا وايه شندك معنا وهنا جنرال افتشتي هناك يقول وقرك او جي دركف بشتي فترة كتي ساعة وخوش هريك هريا مكرن وجبو سري كوني وقرسي بأفرين ويشابه خدي ومرحلة شهرايا وقت جرد فيهيش جبركو ترك ويش كهن ولازم اشتوري دركف وقت جرد فيفنا يلا ان شاء الله ممكن قش فاقري وخونا شهيدة برا ناري ان شاء الله تسجيلي مني كفن باي زينتي حموكي بيني صراحة عفريني وجريسبي و تمام كانيتي وتسجيلي برير وتشندرو جواناتي حموي بيني رابطة انستغرام هذا بيني رابطة يوتيوب بله يوتيوب رابط يوتيوب تبع تشيكي دي بينار دي والله مشترى يا مقالك اشتاح زيكم اليوتيوب دينا صلاح الدين الكردي بس مباشر واشتغل دركبي عم دوازن روجك تقولوا صار تلفزيوني دركبي لا صار تلفزيوني درناكف ولو ان شاء الله يعني مستقبلا عم دوازن ولو تلفزيوني دركبي قناة انه يعني نظام يعني انت انسان كله كي بلي بس صار تلفزيوني درنوك نغزي سكو دركف بس كارم دركف حمو تلفزيون جي درناكف وخلاص تبع والله مشترى سجل سلام سرچاوي مقالك بخير سباسياتكم دكتور سامان سباسياتكم ذات مرة انت زور سباس كان صلاح طبعا الجيش التركي دخل في حالة انذار قصوى الليلة طبعا اثبت فشل عسكريا لذلك يحاول ان يخرج أو تخرج من هذه المعادلة بأقل خسائر سياسيا. حتى الآن هي في وضع لا يحسد عليه أستاذ طلاح، يعني حتى إن تمت عملية السلام فهو بالنسبة لأردوغان وحزبه هو انتحار سياسي، فنهاية أردوغان جاء على يد القائد والزعيم عبد الله أوجلان. لن يكون هناك استسلام، ولن يكون هناك وضع السلاح، ولن يكون هناك حل لحزب العمال الكردستاني. تحية لك ولكل متابعينك ولإخواننا في روجافا. كل الحب والاحترام لك دكتور سامان، وبشكرك شكر جزيل تواجدك اليوم معنا، وأشوف بكرة إن شاء الله. ممكن أفتح قبل وقت، أصير أفتح قبل يوم، فتحت شوي مبكر، وبكرة ممكن نفتح أبكر أو حتى في فترة الظهيرة. كل الحب والاحترام لكل الأخوة اللي كانوا موجودين معنا. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى حلقة جديدة إن شاء الله غدا. أستودعكم الله، السلام عليكم.